بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور أحمد زياد باقر وزير الشؤون الإسلامية، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف، معالي وزير الداخلية السيد عمر نصير، فضيلة مدير الجامعة الإسلامية فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، وزير الشؤون الإسلامية السابق الدكتور محمد شهيم علي سعيد، السادة العلماء والحضور الكرام، أرحب بكم جميعا في حفل الافتتاح لندوة الوسطية في القرآن والسنة وتطبيقاتها المعاصرة في المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أرحب بصفة خاصة وباسمكم جميعا ضيوفنا الأكارم الذين تجشموا مصاعب السفر لبلادنا الجميلة التي وصفها الرحال العربي ابن بطوطة قاضي جمهورية المالديف الأسبق بأنها إحدى عجائب الدنيا وبأنها جنة الله في أرضه، وقد تغزل بها جملة من شعراء العرب، ومن أشهرهم الرحال السعودي المعروف معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، وذلك حيث قال في رائعته في المالديف: مالديف يا حلم الزمان الغافي، يا درة الغواص في الأصداف، أنت التي اخترت دين محمد وتركت طوءا باطل الأسلاف، منح الإله مواطنيك طبيعة رقراقة كالسلسبيل الصافي، وخلا من الحرب الضروس سجلهم فغدوا عديم المثل في الإنصاف. أبادر فأقول إني أرحب بكم ثانية في بلدكم الثاني في جزر المالديف
التي تسعد بتشريفكم لها وتكون أسعد لو قررتم الزيارة. الجدير بالذكر أن الدستور المالديفي ينص نصا على أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا مسلمين، ولا يمكن لأي غير مسلم أن يصبح مواطنا بحسب المادة 9. وتنص المادة 2 على أن الجمهورية مؤسسة على مبادئ الإسلام، وتنص المادة 10 على أنه لن يطبق أي قانون ضد مبادئ الإسلام. وتنص المادة 19 أن المواطنين أحرار في أن يشاركوا أو يمارسوا أي نشاط ما لم يتم تحريمه في الشريعة الإسلامية أو القانون. هذا ولا أكون مغاليا ولا أبعد النجعة لو قلت إن جمهورية المالديف نموذج للوسطية، فلا توجد فيها تفرقة على أساس المذهب، فهم ولله الحمد سنيون وعلى المذهب الشافعي، فهي على هذا بلد وسطي، لأن الإسلام هو الوسطية والوسطية هي الإسلام كما يقول أساتذتنا. وليس هناك في هذا البلد الإسلامي الحبيب ما يعكر صفو إنائه من تخبطات في العقيدة أو التفكير، والفضل كل الفضل في ذلك يعود إلى العلماء المعتدلين، وعلى رأسهم فخامة الرئيس الأستاذ الكبير مأمون عبد القيوم حفظه الله، وإن لم يكن موجودا عندنا في ظروفه الخاصة، وهو رائد النهضة الشاملة في البلاد ماديا وفكريا، الذي أسس ورعى ونمى هذا الفكر ويدعو إليه في محاضراته وكتاباته وندواته ونصائحه للشباب المالديفي. جزا الله فخامته خير ما يجزي به عالما عن وطنه وأمته. نعم، إن لخريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة دور كبير بارز لا ينكر في القضاء على المعتقدات الخرافية والأفكار الضالة والبدع المستنكرة. جزا الله علماءنا خير الجزاء، وجزا الله القائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خير الجزاء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. فنرفع إلى مقامه آيات الشكر والامتنان على موافقته السامية على إقامته هذه الندوة على أرض المالديف ودعمه لها، كما نرفع شكرنا وتقديرنا لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الله يامين عبد القيوم حفظه الله ورعاه. ولا أريد أن أطيل عليكم، فأدعو معالي الدكتور أحمد زياد باقر لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدير جامعة الإسلامية دكتور إبراهيم بن علي العبيد، مي وفاوري حفلاق شرف المهمان ديوراجيك داخلي وزير ونربل الفاضل عمر زاهر، ديوراجيك هنا سعودية عربية امبسي عمر نصير، ديوراجيك هنا سعودية عربية امبسي هنجوما هواده هنبي أستاذ طارق الفايز، ورانتي بمها دولتك منشترون، ورانتي بمها حاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكلنا قلتك إسلام دين أسفاوني ليفسيها كما مدمنا حركش كما وندقو لكنو أدي هم فدان إسلام دينك تكليف تهوغا وندقو كم وربدي كمن نوه أدي دين تباوا ميهو نكمتي كرو من نوه باوا لو دين تهوغا ترين إسلام دين أي مدمن كما يكوغا هريها كمج ما غنو كي مدمن ميغوتون مدمن كموجة من أدواء بيفيج مدني مملكة العربية السعودية المدينة المنورة إسلاميك يونيفرسيتي ديوراجيج مينستري أوف إسلاميك أفيرز أقولين أدي ميجي ترون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله جبده هتم كم ترجم هم فدين من أدواء بيفيج مدني إسلام دينك أداوة ترين فراتون مسلمون ورا نوركاتري حملاتك الدمون دا دوسرق ميكان يترى غوسجن دني مسلمون تريغا وفدجن ولا مذهبي نوتا طائفي خلاف توغ سببون إهن كمو
miyadu muslimun emihunge deenuge kanta furihama denegatumaki wara beenuttari kamekamu gawani wefa egoteki kiritwanta ma nabiyya angawafawa goy main Allahu ekalange fatuga ekalange rasulaga sunnatuga macca binawafawa asasi hama ekani ilm medumeneki furihama wegenwa sida magu mikamuga hifagen kuriyedda mihaka bayam wegenwa faadi faalu wegenwa kamiyaben emihaka libegen dan mimanhajeki shar'i manhaj kirtu qur'ana rasulaga sunnay genestifawani mimanhaj insanaga tabiyata ebbaswa manhaj insanaki balikashi makhluge nikamati kama kannekama warobelikan kurimatiwe wagutu netigen ulenjehe adi hame fedan wargoda kama balikashikam we ehenkamu mihuriha halatek gaves emme ekashigam wani medumin timaki hivara joshuri mihekama deke miha harukashkamuga hifagan kuriyed danama eenage nimidiyumaki balikashkama magun kassaruwegen diyun nimmaadamus dannawadani medumin kamuga minganaki kiit rasul sallallahu alaihi wasallam ekadek faanuge sahabin kuriya wadagen nebi magu e asasa bekalum wasil koddini kiriti qur'an kurim bayan kurihen meduminaki rabbani manhaje ekalange fatuga ekaman amur kurawwa fawe mi manhaj de mehettu mataka al mamlakat al arabiyatu saudiya wara boda samal kande al mamlakat al arabiyatu saudiya ki duniya gawa islami medumin kamuge is ar kati egamu tabawa adi egotege matiga tibi gotaki wes medumin huriha munasabategga huriha haflaaga gowadani mi gowaduma adi ekamattaka baddalumta bawumde mi baddalumaki ekamuge mewa tawge terein emme foni emmewa ehenkamu mi barakateri munasabatuga minadwa bewemuge tawfiq devikamataka mayen Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukuru kuram hame feden hituge emme fumminun agwazan kura halu khadimul haramain sharifain الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بالهدو تريكم قدشون مدومنو هوريها حركات دي حرم بريرا المملكة العربية السعودية ان كوريا جندا كمتكا اكامو اغوزن كورا حال شكر دنوا دي فراجه رئيس الجمهورية عبد الله يامين عبد القيوم algon minna devwa ebbardu mattaka hituge emme fumminun ekamuge agwazan kura hal shukr dannawa mayen Allah emanik fan rakatir kurawwa ekalange taida madadu minwar kurawwash adi hama fedain mi fursatuga al jami' al islamiyya ge swerin navs algon menge mi lobweti faskanuga minadwa babawa kamattaka shukr dannawa mayen Allah ekalange lobodigennawa adi rusumuga kuriyadiyumuga tawfiq algon menge emena dawash amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والآن كلمة سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن الله تعالى ميز هذه الأمة أمة الإسلام بالوسطية بين الأمم فقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية هنا تعني العدل والخيار وسائر أنواع الفضل، فهي أفضل الأمم. ثم ميز الله أهل السنة والجماعة بالوسطية بين فرق المسلمين، فقال الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الحديث. فأهل السنة هم في جملتهم العدول الخيار، أهل التوسط والاعتدال. منهج الرباني قويم
وسبيل العدل بين الإفراط والتفريط والغلو والتساهل، وهو المنهج النبوي الكريم الذي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم معالمه بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، والذي تحتاجه البشرية حاجة ماسة لتعيش حياة آمنة مطمئنة. ذلك أن العالم اليوم يعاني من ممارسة يغيب عن معظمها التوسط والاعتدال، ويغلب عليها أما الإفراط والغلو في فهم الدين والتزمت والتشدد في تطبيقه، أو التفريط والتساهل في أمور الشرع إلى حد الانسلاخ منها وتضييعها، وكلا طرفي قسط الأمور ذميم. إن الكون يشهد اليوم مغالطة إنسانية وتعديات بشرية وتعميمات إعلامية يحاول كثير منها صبغ الإرهاب والتطرف بصبغة إسلامية، وهو تعد ساف وصريح على الهوية الإسلامية، وأن مارسته من يمارسه ظلما وعدوانا باسم الإسلام فالإسلام منه براء. فالإرهاب لا دين له ولا وطن ولا حضارة، والإسلام محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على أن يكون التوسط والاعتداد لها شرعا ومنهاجا، يتجلى ذلك في دستورها على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والذي جعلته أيضا مسلكا واضحا معلنا تتعامل به مع كافة قضاياها المحلية والإقليمية والعالمية. يشهد بذلك القاصي والداني من المسلمين والمنصفين من غيرهم، ويحرص ولاة أمرها على التصريح بذلك في كافة المحافل فخرا واعتزازا، بل إنهم يؤكدون في كل اجتماع أن محالفة التوفيق لهم نابعة بفضل الله من جعل كتاب الله وسنة رسول دستور لهم، وخدمتهم لدين الإسلام والحرص على نشره والدعوة إليه في سائر بقاع العالم. واليوم نحن في مناسبة كريمة تتجلى في انعقاد ندوة الوسطية بين جنبات جمهورية المالديف الصديقة برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده بنصره، لنشعر بالفخر وتغمر نفوسنا أسمى مآثر الجميل والعرفان، لا سيما ونحن نعلم مدى اهتمامه حفظه الله بجمهورية المالديف وشعبها، حيث يوليهم كل محبة وتقدير. يتجلى ذلك بزيارته المتتابعة لهم وتلمسهم متطلباتهم، وذلك كان تأصيلا للأخوة الإسلامية في الدين والعقيدة. وقد شكلت الزيارة التي قام بها حفظه الله إلى المالديف عندما كان وليا للعهد في ربيع الآخر 1435 قفزة نوعية في دعم مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، ومعلما لتنمية التفاهم وتعزيز الشراكة في إطار المصلحة المشتركة والصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقد صدر عن تلك الزيارة بيان مشترك أكد فيه الجانبان أهمية التعاون القائم بينهما من خلال منظمة التعاون الإسلامي، كما أكد على وشائج الأخوة القائمة بين البلدين وقوامها الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح. وفي الختام، فإن الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه في حاجة إلى رجال يملأ قلوبهم الإخلاص والصدق، ويملأ عقولهم الوعي والعلم والمعرفة، يعرضون الإسلام فيحسنون عرضه، ويدافعون عنه فيعز جانبه وتعلو رايته، وهم في كل ذلك يسيرون على خط الوسطية والاعتدال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن كلمة فضيلة مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، صاحب المعالي وزير الداخلية، سعادة القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الجمع المبارك، نحييكم في هذا الصباح المبارك في افتتاح ندوة عالمية عن الوسطية في الكتاب والسنة وتطبيقاتها المعاصرة في المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، تنظمها الجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، وهذه إحدى سلسلة ندوات تنظمها الجامعة في عدد من الدول الإسلامية. ولقد حظيت هذه الندوات ولله الحمد والمنة بقبول واسع لدى الدول التي أقيمت فيها، ومنها دولة ماليزيا ودولة أندونيسيا. وتأتي هذه الندوة لتبرز الدور التي تقوم به المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في التطبيقات الوسطية في شتى المجالات، سواء في النواحي الأكاديمية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو غيرها. ومن خلال أهداف هذه الندوة ومحاورها نأمل بإذن الله عز وجل أن تخرج توصيات قيمة ونافعة تبرز الأدوار التي تتميز بها هاتين الدولتين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في التطبيق العملي للوسطية قولا وفعلا، وتبرز المنهج الوسطي التي تسير عليه هذين البلدين، وسطية بلا غلو ولا جفاء، اعتدال، بيان المنهج الوسطي المبني على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، بعيدا عن الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، تحقيقا لقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا شك أن تطبيق الوسطية هو التطبيق الحقيقي والفعلي للإسلام، فمتى ما تحلينا بالوسطية استقرت الأوطان وعمها الأمن والأمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم وليلة فكأنما حيزت له الدنيا. ولا شك أننا لو طبقنا الإسلام كما أنزل لعمنا الأمن والأمان والبركات من عند الله عز وجل. ولا شك أن الجامعة الإسلامية تستشعر رسالتها للمجتمعات الإسلامية، إذ هي جامعة عالمية الرسالة سعودية التبعية، تخرج فيها أكثر من 70,000 طالب في شتى أقطار المعمورة، ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية وقطر، يدرس فيها ولله الحمد الآن أكثر من 23,000 طالب ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية. ولا شك أنها أكبر هدية تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لأبناء المسلمين في شتى أنحاء المعمورة. وختاما، ولا أحب أن أطيل عليكم، لا يسعني في هذا المقام بعد شكر الله عز وجل إلا أن أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية على موافقة السامي على إقامة هذه الندوة في جمهورية المالديف، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، نائب مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولمعالي وزير التعليم العالي السعودي، ولسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين المهندس بدر الكحيل، والذي كان بوده أن يكون معنا في هذه الجلسة إلا أن ظروفا حالت دون تواجده. والشكر لنائبه سعادة الأستاذ طارق القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية المالديف، ونبارك لهذه الخطوة وهي افتتاح هذه السفارة في هذه البلاد الجميلة. كما لا يفوتني أن أشكر صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف، والذي كان تعاونا مستمرا منذ أن بدأت فكرة هذه الندوة، حيث قدمت الوزارة كل ما تستطيع من تذليل الصعوبات لإقامة هذه الندوة. والشكر موصول أيضا لصاحب معالي وزير الداخلية الذي شرف حفلنا، ولأصحاب المعالي الوزراء الذين شرفوا هذا الحفل. والشكر أيضا لحكومة جمهورية المالديف وعلى رأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية على تذليلهم للصعوبات في إقامة هذه الندوة. كما أشكر معالي الدكتور محمد شهيم، والذي كان في البدايات وزيرا للشؤون الإسلامية، وكان أيضا في البدايات هذه الندوة، ثم خلفه صاحب المعالي دكتور أحمد وزير الشؤون الإسلامية، والذي قدم الكثير والكثير من أجل إنجاح هذه الندوة. كما أشكر زملائي فريق العمل الذين أسهموا في إنجاح هذه الندوة، وأشكر فرسان هذه الندوة وهم الباحثون من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية المالديف، والتي إن شاء الله خلال الجلسات الندوة نأمل إن شاء الله أن تثري وأن تخرج بتوصيات نافعة ومفيدة بإذن الله عز وجل. وأشكر على رأس وفد المملكة أخي وزميلي الدكتور محمود قدح وكيل جامعة التطوير، والدكتور رباح العنزي، وسائر اللجان العاملة في هذه الندوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دم وافر دكواني دي راجع عزيزتري وزير الداخلية داخلي وزير معالي السيد عمر نصير، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Minister of Islamic Ministry Minister Dr. Ziyad, Madina Islamic University Rector Professor Ibrahim Al-Ubaid, Saudi Embassy Ingama Divra Hawalwi Hunnavi Divrajya Kanalwaf Hunnavi Tariq Al-Faiz Adi Haziranti Baby Habeflum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mita horiha beflum arabahum wahda kawatire algonu sitengeli arabahum wahda kafanawe ekamako algon arabahum wahda kima mita tibbevi aribas dinadwa beflum algon dekki wahaka neengene tiive algon divhibahum wahda kagast kore admiyaduge mi hafsaya wadan devvi horiha beflumna faffarun shukr dannawa adi mi hafsa sharaf ver kurumuge وفاوري فرصة ألغنا ديفيتيفي ميكا إنسام كربا هوريها بيفرنا بس ففرهم شكر دانو
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಯ ದಿಹರಾಜ್ಯ ದಿಮೆದುಗೊಂಡ ಗುಳುಮಕಿ ವರಗ್ಗಾ ಗುಳುಮೆ ಅದಿ ಮೀ ವರ ಜಮಾಂ ವಿ ಗುಳುಮೆ ಮಿಗುಳುಂ ದಿಹರಾಜ್ಯೆಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಗೆಂದನಿ ದಮಹಟ್ಟಮು ಅದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂ ವೆಸ್ ಮಿಗುಳುಮ ವರ ಖಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮೆದ್ದೆ ಮಿಗುಳುಂ ಗುಳಿಫವಣಿ ಎತ ಸತೇಕ ಅಹರಗೆ ಕೊರಿ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇತರೇಗ ಎತ ಸತೇಕ ಮೇದೆಂ ಹೊರಿಕಮ ವ್ಯಸ್ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ದೆಗೌಮಕಿ ඉං ආයිලායිගේ ඉබ්බන එබ්බෆා දෙගවුම් කමාමෙදකු එව්වෙ ශක්කෙන්න ඉස්ලාම් දීනකි ග්ලෝබල් මුලි දුනියා නිස්බෙබ්වා දීනක රම්සු කොද්දේ එන් හෙක්කකි දිව්‍ය රාජ්‍යේගා සත්තයන් සත්ත ඉස්ලාමී මුජ්තමයෙන් එක්කන් සෞදීගා එක්කහල් මී දිව්‍ය රාජ්‍යය අල්ගොමෙන්නා දිමෙදුගා වකි ખાસ ගුළුමේ ගාමිෆා මියොන්න එස් සවබකි මිදන්නවා සත්තයන් සත්ත මුස්ලිම් ගවමෙක් ගොතුගා දිව්‍ය රාජ්‍යකාද කුඩ ගවමෙ ඉන්දියාගේ කණුගේ ජසීරාගේ තෙරේගා එත සතේක හර වන්දෙන් ඔෙන් ඔතුමකීවෙස් මුජ්සාත් එක්කම් ගාවෙස් බුනිදාන වරගින තෆාත් ගවම් තකුගේ වකිතකු මින්ජුවේ දිව්‍ය රාජ්‍ය සත්තයන් සත්ත මුස්ලිම් ගවමෙක් ගොතුගා එත සතේක හරකු ඔෙන් ඔතුමකී අලුන් මෙන් එම්මෙන් එකමාවෙදු ෆඛරු වෙරිවා කම මියදු මිවණී එසබබා හෙදි දිව්‍ය රාජ්‍ය තෆාත් ගොන්ජුන් තක කුර්මත්ලාෆ මීගේ කුරීග අලුන් මෙක කාබා ෆෑම්වස් හම එසබබා හෙදි තෆාත් ගොන්ජුන් තක කුර්මත්ලි මියදු අලුන් මෙන් කුර්මත්ලා ගොන්ජුන් තෆාත් මියදු අලුන් මෙන්න අන්න තෆාත් එකි ෆිත්තුන්ත අලුන් මෙන් හුරිහා දීන් තහකම් මිගොම් නුහුළුවෑගේ බය ගවම් තකොන් අලුන් මෙන්නා දේතරියග කුදි කුදි ෆිත්තුන්ත කුරුමෙත් කොරමුන් ගෙන්දා මි දණිවලුග අලුන් මෙන්ගේ බේබේ නුවත අලුන් මෙන්ගේ සෞදි අලුන් මෙන්ගේ අහුන් වඩායෙන් අලුන් මෙන්ගේ අතුගා හිප්පවා කමි අලුන් මෙන් එකමාමෙදු වරන් උෆා කරාකම අලුන් මෙන්න මියදු එබ ෆෙනිගෙන් දේ සෞදි අරේබියා නුකුමේ දුනියේගා ලීඩ් කුර දුනියේගේ ලීඩ් රෝල් කන් නුකුන්නම් මසෙහ් කුරා මන්සර් අලුමනේ බ ෆෙනේ ආ රූහෙ ආ ජෝෂෙ සෞදීගේ කිංගඩම්ගේ තෙරෙන් සෞදීගේ රයිතුන්ගේ තෙරෙන් මි ෆෝරම් එකනිවෙස් මි එකමුගේ මිසාදක එකමුගේ හෙක්කක ෆුදේකමයි අලුන් මෙන්ගේ සෞදීගේ අරිහොන් එදේනි තිය ලීඩර්ෂිප් රෝල් අබදුස් දුනියා දක්වා දෙවමු ගෙන්දෙමුම අදි අලුන් මෙන් ගාවම් කිතම කුඩනම වෙස් අබදුස් සෞදියා යකුග අලුන් මෙන් ඉරාත් කරවියම් ෆෑවර්කෝ හිෆාටාන් කමුගේ ෆුරිහම යගින් කම් වෙසාරු අලුන් මෙන්ගේ සත්‍යයන් සත්ත මුස්ලිම් ගවමෙක්ගා ඔතීතීවි අලුන් මෙන් අන්න ෆිත්තුමුගේ ඉතුරා අලුන් මෙන්ගේ තෙරේගා එහෙනිහෙන් ඉතරියෙන් අන්න ෆිත්තුමේ වෙසේ බොයි මී හද්දු ෆනාලා දියුමුගේ විස්නුමා දීනුගා කංකං ඔන්න ගොෙන් නූ එවරන් හරුකරි උසූල් තකේ ගෙංගුලේ තීවේ අලුන් මෙන්ගේ දීනෂා අලුන් මෙන්ගේ ගවම අන්න ගොන්ජිහුන් තකුගේ තෙරෙන් අලුන් මෙන්න අන්න නොරක්කාත මී මුලි දුනියවස් කුරුමතුම් දා කමේ හම එකනි මුස්ලිම් ගවම් තකේ නූ ගයර් මුස්ලිම් ගවම් තවස් වනි මිකමුගේ ශිකාරයක වෙෆ ඉංග්‍රීස් විදාවස් ඇමරිකාවස් කැනඩාවස් අදි මුස්ලිම් එහෙනිහෙන් උම්මෙත් තවස් මි දන්නවා හරුකරි ෆිකුරුගේ තෙරේගා e fikuruge shikare ka wegen ebade mikamuge maganu en hallaka wani e faskandaka islam din bawale vi faskandu ge emme mati dini darsuta ungonna dibwa alimu tamrin kurwa islamic university for the tantanu wadagen diinuga kankan onna goi algun benna olum fidwa dinu mi foramaki alun dannawani ekama magfahi kuruma beve foramaki alun mege teriyega eki dini khiyalta alun menge akhun adi bayfahara magu olifawa akhun eba nukume diinuga kan onna gotavvuren bodukogge diinuga onna mingadavvuren harukashikoggen ekankan eba alun menge ehenin akhunna visnadi nuba magakun alun menge akhun eba gende ege sababun alun menge amanna maankama alun menge dakhili hamajihuma
mi sarhadduge gawumtahuge ek gawum anek gawumuge demeduge onna guluma mi kankama buruwaragen de adi ekamun hangurame yasha hatiyar ufuduma magfahi kodde ehm wima mi forum ge sababu algon men umid korani algon men terega mag olifawa khunna magu fenigen diumuge fursat tibigen dium adi algon menge akhunge tere magu oli daan kamuge fursat e mi hunna ekamuge magu wes thanawasbigen dium ragalu maga datur kurmuge divrajjega algon men islam deenuge hidayat ga aliga ita zamane wanden tibitibuma miyadwani eterena beerun kurin denne wihen gonjihun asa sattan satta muslim gawme gotuga otiti anna gonjihun adi islam deen matiga tibe algon men kura daturuga harukari khiyal tahoge tereng algon men anna gonjihun allah irad kore wiyamu saudi ge sarkara divhi sarkara adi islami eheni hen gawm tahoge meduga mi ufede munda ga gulmuge sabun mi huriha gonjihun tahoge tereng algon men daturko kamyab dibene kamuge foni ummida ekuga algon ge waha ko nimadanan warboda shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أختصر لكم ما قال معالي الوزير السيد عمر نصير باللغة العربية لأنه تكلم كلاما مهما جدا، ومما قال أن للمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة دور بارز في السيادة والريادة في العالم الإسلامي والعالم بأجمعه، ولأجل ذلك يبدي سعادته بذلك، ويعتقد أيضا أن هذه المبادرة الكريمة من قبل المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، يعتبر هذه المبادرة لإقامة ندوة على أرض المالديف الإسلامية، يعتبر ذلك مبادرة وتقدما إلى الأمام في سبيل ما ينبغي الإقدام عليه في هذه الآونة. وكذلك سعد معالي الوزير قال أننا في عصرنا هذا في حاجة إلى الوسطية في العالم الإسلامي، وأن ننشر هذا الفكر على مستوى العالم، لأننا نحن أصبحنا في تفجير وتكفير وفي مشاكل كثيرة بعضها فوق بعض. ولا أريد أن أطيل عليكم، وقد تكلم كلاما جميلا، ولكن كان بودي أن نقف بجانبه وأقوم بالترجمة. معلش. والآن يأتي دور التكريم. دعوتي شرفك ويدومين غرو ميغوتين مفروض ما أول مدن نوالني معالي وزير الداخلية السيد عمر نصير مي إدون مي ويدون حاصل كرو مرتكا ودان ديوما. طيب بعده وزير الشؤون الإسلامية، هدية الجامعة الإسلامية لوزير الشؤون الإسلامية. ثم هدية الجامعة. دين هدية الجامعة شرف جبدون لبردان وبيفلكي أحمد زياد باقر. إسلامي كومونيست دكتور أحمد زياد باقر. والآن هدية الجامعة لوزير الشؤون الإسلامية أحمد زياد باقر. خلاص قلت هذا الكلام. وزير الشؤون الإسلامية. وزير الشؤون الإسلامية. إسلامي كومونيست دكتور زياد باقر.
هدية الجامعة هي دين هدية السفير. شرف جي بدون لبدانو بيفلكي سعودية السفير، فليتفضل. دين شرف جي بدون لبدانو بيفلكي ديفنس مينستر آدم شريف، فليتفضل سيد آدم شريف. وزير البيئة. دين شرف جي بدون لبدانو بيفلكي انفيرومنت مينستر السيد طارق إبراهيم. دين شرف جي بدون لبدانو بيفلكي هيلث مينستر السيدة ارتشام آدم. دين شرف جي بدون لبدانو بيفلكي الأستاذ محمد الغامدي من السفارة السعودية، فليتفضل مشكورا. لا يسعنا في ختام هذا الحفل المبارك إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إليكم جميعا أيها السادة الكرام على أن شرفتمونا بالحضور. رفع الله قدركم وأعلى في العالمين ذكركم وجعله في ميزان حسناتكم. دينغوتي ألغون منجي مي سيمينان وتمهاسنتا كانت تكوريا ديون إهميما كودا وقت كولا كف مي وقت جلسة مهندا مينيموني دينغراد كوريا ديهاغردي فانا رأي هاكان غير ألغون منجي سيمينا يكانت تكوريا دار إهميما هوريها بيفلون معلومات تكامي وهكذا نوان أيتيه بيفلونجي خدمتك فريق كله نوتا بلمير كله من هوري وهكستان نوان وربشكر شكريا. من أبرزها الأعياد وأثرها على المسلمين والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط وأسباب الخلاص بسورة الإخلاص ومضامين عقدية في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر وفهم الخوارج الخاطئ للتكفير والآثار المترتبة عليه والصليب ومنزلته عند النصارى وله العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية. عضو اللجنة العلمية الدائمة عملت البحث العلمي وعضو التوعية في الحج وعضو لجنة المناصحة وله العديد من البرامج والمشاركات. ونبدأ يتحفنا الدكتور لكن نحتاج إلى 5 دقائق دكتور. تفضل دكتور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن إبراز الوسطية وتأصيل مفهومها في الظروف الراهنة أمر في غاية الأهمية. فالوسطية هي الإسلام، هي الإسلام الحق، وهي من خصائص هذه الأمة دون غيرها من الأمم
قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وتتحقق وسطية الإسلام في جميع جوانب الحياة الإنسانية ونواحي المجتمع على اختلاف أزمنته وأمكنته، وهي الوسيلة لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. على أن مفهوم الوسطية في هذا العصر قد اعتراه بعض المفاهيم الخاطئة التي أخرجته عن معناه الأصلي وحرفته عن المفهوم الصحيح، فأصبح لدى البعض البحث عن الأسهل والتهاون بالدين والتنازل عن ثوابته لكسب رضا المخالف وجمع الكلمة بدعوى الوسطية. والناظر في كتب اللغة والمعاجم يقف على أن مادة وسط تدل على معان متقاربة، وكيفما تصرفت فإنها لا تخرج عن معناها أو لا تخرج في معناها عن العدل والفضل والخيرية والبينية والتوسط والاعتدال. ومن يمعن النظر في الاصطلاح الشرعي للوسطية، أقول من يمعن النظر في الأمثلة التي استعملها الشرع للوسطية يجد أنها لا تخرج عن أحد المعاني اللغوية التي دلت عليها من العدل والخيرية والبينية والتوسط بين الإفراط والتفريط. وعليه يمكن القول أن الوسطية في الاصطلاح هي المنزلة بين الطرفين، وهي العدل والخيرية. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة. فالوسطية إذن هي حقيقة دين الإسلام وأظهر أوصافه، فدين الإسلام هو الدين الحق وهو خير الأديان، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقد أكمله الله عز وجل وأتمه فلن ينقصه أبدا، ورضيه فلن يسخطه أبدا، فهو دين كامل تام صالح لكل زمان ومكان. وهذا دليل على الخيرية والفضل والوسطية. والنماذج التي وردت في الإسلام كثيرة وهي تدل على وسطية تأصيل هذه الوسطية. ففي عقيدة التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في تأصيل الوسطية بالتكاليف الشرعية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تأصيل الوسطية في مطالب الدنيا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي حديث سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. مدار الوسطية على العدل والإحسان، والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والآيات الآمرة بالعدل والإحسان والناهي عن ضدها كثيرة. والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيه، وألا يغلو ويتجاوز الحد الذي حده الله، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان بين خلقين ذميمين: تفريط وإفراط. على الجانب الآخر نجد المفاهيم الخاطئة التي تنسب للوسطية. فمصطلح الوسطية من المصطلحات التي عدت عليها العاديات وجارت عليها النائبات، فأخرجتها عن معناها الأصلي وأبعدتها عن كونها أخص خصائص منهج الإسلام. ذلك لما وقع من انحراف لدى البعض في معنى أو فهم معنى الوسطية، وبعد عن المنهج الشرعي للفظ الوسطية، انتهى بالكثير إلى تمييع الدين وتقديم الكثير من التنازلات في بعض ثوابت الدين وأصوله وقيمه، بدعوى أن هذا من الوسطية والمرونة والتيسير. وقد أدى ذلك إلى ما يعرف بظاهرة أنصاف الحلول، والقبول بشيء من الباطل مع شيء من الحق، والزعم بأن ذلك من الوسطية. وقابل ذلك بعض المتحمسين والغيورين بشيء من الغلو والتشدد في المواقف وضروب المعالجات الخاطئة، فغلا أصحاب هذا الاتجاه فابتعدوا عن الوسطية، وانحرفوا أولئك فأسقطوا الوسطية على مفهوم التيسير والتسهيل في نظرهم، فتسلطوا على نصوص الشريعة بتأويلات باطلة لتحقيق مصالح مزعومة وإرضاء للغير،
فأبيح الربا باسم الوسطية، ودعي إلى التبرج والسفور والاختلاط باسم الوسطية، وتجرأ البعض على أحكام الشريعة باسم الوسطية. وإن الوسطية لا تعني تمييع الدين والتساهل فيه والتخفيف من واجباته والتنازل عن ثوابته. نعم الإسلام دين اليسر والسماحة والسهولة والتيسير ورفع الحرج قاعدة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولعل مكمن الانحراف عند أولئك هو الفهم الخاطئ للتيسير، إذ مدار التيسير في فهم النصوص الشرعية وفق المقاصد الشرعية، فليس من معاني الوسطية في اللغة ولا في الشرع التهاون في شيء من أمور الدين، كما لا تعني تقديم التنازلات أو إلغاء شيء من ثوابت الدين أو تهميشها بدعوى تحقيق مصلحة أو جمع كلمة. وأخيرا فإن الوسطية لا تعني إرضاء الجميع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وإن كانت تعني العدل والإنصاف مع الجميع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإن كان هناك من توصيات، فإني ضرورة عقد المؤتمرات والندوات التي تبرز وسطية الإسلام ومخاطبة الآخرين بذلك، وضرورة إبراز الوسطية في الإسلام عن طريق قنوات وسائل الإعلام المختلفة، وتربية النشء على منهج الوسطية من خلال المناهج الدراسية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. لفضيلة الدكتور على هذا العرض الجيد والالتزام بالوقت. ونبدأ أو نذهب إلى الباحث الثاني، وهو فضيلة الدكتور محمد قباد أبو بكر، مالديفي الجنسية، نائب وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف. حصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من الجامعة العثمانية بحيدر أباد في الهند. له العديد من الإنتاج العلمي، منها الرد على شبهات وأباطيل حول تعدد الزوجات، وإن كان عاد الجانب النسائي قد البحث الثاني حقيقة السحر في ضوء القرآن والسنة، وأسماء إسلاميات الطفل المولود حديثا، وقصص صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الأطفال، وقصص مختارة من القرآن الكريم. وله أيضا مجموعة من البحوث. الآن يشغل نائب وزير الشؤون الإسلامية، ونائب الرئيس السابق في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو سابق في مجلس الشعب الخاص معين من قبل رئيس الجمهورية، ومدير سابق في قسم الشؤون القضائية، والمدير العام السابق في قسم التوعية الإسلامية، وعضو سابق في المجلس العالمي لشؤون المساجد في مكة المكرمة. وندعو فضيلة الدكتور على أن يكون مدة 5 دقائق، لكن نشوف الورقة إن شاء الله ضمن 3 دقائق. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. هذا أرغند وهكذا كان يديه بهم أي أرغند إنفاقوتك مي بدلون تهكي هم باقوتون تلقاست كره بدلون تهك واتي ودي راجع مجتمع مي بدلون مغفادا إما فرهم قطع قرآني ديه بهم وهكذا يكون كما واتي. هذا إما فرتما وسطيتك معنى بلا يرجع وسطيتك كباتو وسطيتك معنى كي برات تفات ويقطع تفات معنى تك قريبه هو أسفا لفظ ميقولون وسطيتك معنى كي إتشي دمدو أدي هم يفدان وسطيتك معنى كي هيوكان ماتيفيريكان عدلوريكان مايكان مهورها معنى جالس وسطية قريبه هو وارد فاوي كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جه نسب فلا مدوغا أسفاواني كان أوسط العرب نسبا يكليك فانكي عربينge مدومين نسب مدان هني كليك فان صاحباي එකමක මේ වසත් මිතාග මෙදුමිනුග මාණයකි එම්මෙ මායි නසබ වඩාගෙන් හුන්නෙවි එම්මෙ හේයවෙගෙන් වා නසබ වඩාගෙන් හුන්නෙවි කලේක ෆානේ සාහිබයි එම වසතියතුග මාණයකි එම්මෙ හේයවෙගෙන් වා එම්මෙ අදුල්වරි එම්මෙ මායි හැම එකත كيرت القرآن الله مكمن إشارة كروا وحي كرواني وكذلك جعلناكم أمة وسطا هم يفدا أنت من الله تيابا مهنج أمة اللفافة وني مدومين أمتك كم غير
mi ayatu gaves medumin kamuga maaneki kuriga dennevi hen emme hewegem wa ummay kamuga emme maayvegem wa ummay kamuga adi emme adulwari ummay kamuga ikan egeni kirtu qur'anuge annani ayatu qur'anuga allah wahi qurawani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yabami hunaki ummaytahu gatiren emme hewegem wa ummate kuntum khayra ummati yabami hum wiime emme hewegem wa ummay kamuga ukhrijat linnas mistakun nattaka nerewunu emme heyo ummay kamuga yabami hum wiime ta'muruna bil ma'ruf yabami gemi heyokan libigem wani heyokan takan amru qura hainda hoge adi nubakan tan nahi qura hainda hoge ehma mi ayatu ga wasatiyatu ga maana bayan qurwa fa mi wani emme heyogem wa ummay kamuga emme maayi vegem wa ummay kamuga emme adul wari ummay kamuga ame gota kantatto ga wazan hife ve gotan amal ta behetton niyas wasatiyatu ga maana medumin kamuga maana كيرت قرآن الله وحي قربني والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان الله وحي قربني والسماء رفعها ووضع الميزان الله ودو في الليفية الميزان قائم كرفية تلف قائم كرفية ألا تطغوا في الميزان أي تبامهم كيرومغا حدفها على نديم التكاي وأقيموا الوزن بالقسط أدي تبامهم عدل وركما يكيغا كرا وله ولا تخسر الميزان ادي كيرومغا مكرا هيلن هذا ونيكون هذا اما وني نكرون ادي كانكمغا حدو فحلا نديمغا ماناغا وس وسطيه نوتا مدومين كان اسفاوي ادي كوم هيو كمكا كوم دنوبا كمغي ديترين ابدوس وسطيه نوتا هيو كان نكومغن اناني وفديغن اناني الفضيلة بين رذيلتين أي وسطية كمانيك كم دنوبا كم جن مدون فديكن أننا كم أي وسطية كي مدونين كماتي ميقولوا إسراف كرما مبارك كرما كترين وسطية أنني الله وحي قربني الذين إذا أسرفوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يباميهم نكي يباميهم هي ذا قرآن هذا إسراف بس قرآن بينونه ادي هم يفدان ابامي هناكي مبارك قرابه بس نونه ايغ ماني كي ديلتي بايكي اهمما مبارك كرما اسراف كرما تري من كنني وسطيه ايغ ماني كي ديلتي كان ام ما صفه ادي هم يفدان ಹಿವ್ವರ್ಗದ ಕುಳದಾನ ಕಮಕಿಯಸ್ ಬಿರುಕಂಡು ವಾಲ್ಮಾ ಫಿಂಡಿಕಮಗೆ ದೆಮೆದುಂ ಫಾಳವಾ ಸಿಫೆ ದೀಲತಿ ಕಮಕಿ ಇಸ್ರಾಫ್ ಕುರ್ಮಾ ಮುಬ್ಬಾರ್ ಕುರ್ಮಾ ದೆಮೆದುಂ ಫಾಳವಾ ಸಿಫೆ ಕುರಿಗ ದೆನ್ನೆ ಫದೈ الله وحي قروني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط قاليك دي كرا واغوتا بدفايس نو باواه ادي هم اكف ترايس نو لاره اك معنی کہ مدومی می حکم گاواش اهما مدومی می حکوما اسلام دینو گمی قوال مودریٹ وزن هم می حکم گاوما ادي وسطیت مفهوم دنوانما ای اصل مصدر غولو نکڑے گوتا زمانہ حالتا مسونگو ارتباط بالاصل واتصال بالعصر اي وسطيه كمانه كي الغون من كيرت قران السنه عمل قران دايرغا الغون من ديريومغا الغون من حالتا الغون من زمانه غوله وتا الغون من ويسنو ما فكر بٹن كرون كيرت قران دايرا گتريگا كيرت رسول الله سنت دايرا گتريگا الغون من عمل تبهتون اي وسطيه مفهوم كي الغون ميهارس ريكارد دكوا في هميما इतर वाकदी गुणकों अलगुण को वहाँ करो कल्याण अलगुण दन्नवाले ने इस्लाम दी आसवावनी वसतियत के तेरे इन्ने इस्लाम दी आसवावनी इल्मरी में दालवा उतगा नसरानियत यहूदियत के देमेदु नसरानियत वनी माद रूहानियत को सद्दुफान आलाफ यहूदियत वनी मादियत को सद्दुफान आलाफ इस्लाम दी आसवावनी मादियत रूहानियत एकले विगम वा दीन के गोतुगा इरत कुरान का अल्लाह वही करवनी वब्तगि फीमा आताक अल्लाह الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة تبا ما الله دبي تكتين تبا ما الله دبي تكتين آخرة جواتي يده ولا تنس نصيبك من الدنيا أدي تبا دنيوي نصيب هندان نتان ولا شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة إيه هدوا أبو كربس كلاكو على من دنيا جالس يكون ديوان ده وفي الآخرة حسنة أدي آخرة جالس يكون ديوان ده مي مدمنكي مي إسلام دينه کا اکلیو کا مدمین انگا دے آیت تک حدیث تک نسوتا کرو وتک علون مدر نوالنی انمس وقت نتما یکیگا واہ کول می حساب کرو کلانا علون کو دعا کی علون منا می سیمنا می محاسنتای
islam din wasatiyat hama gotuga eg frame gotuga olon filum adi mi seminain dihi ummata dihi rajega mujtama islam din wasatiyat engi wasatiyat ngamal qurabe kamga medmin kam ngamal qurabe kamga algon lewe wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. نشكر للدكتور هذا العرض الطيب للمالديفيين لأنه باللغة المالديفية والتزامه بالوقت أيضا. ونبدأ بالباحث الثالث وهو فضيلة الدكتور عبد العزيز محمد الفريح، الأستاذ بقسم فقه السنة ومصادرها بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، ورئيس القسم دكتوراه في الدعوة وأصول الدين. له عديد من الإنتاج العلمي من الأحاديث الواردة في الدعاء بعد التشهد، والأحاديث الواردة في الذكر بعد الصلاة المكتوبة، والأحاديث الواردة في الدعاء بعد السلام، ورسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى أمير المؤمنين المتوكل العباسي، والأحاديث الواردة في بسم الله الأعظم، وقيس بن عاصم المنقري وحديثه، وله العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات. وندعو فضيلته لإلقاء مختصر البحث في حدود 5 دقائق. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيام بطاعته خير الوسائل وحصول مغفرته ورحمته أفضل المقاصد والمطالب الكوامل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مماثل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق الظاهر وأوضح الدلائل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وأصحابه أولي المقامات العالية والفضائل المتمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وهدي في كل أحوالهم وتصرفاتهم، فهم الوسط الخيار وأفضل الأمم على مر الزمان والأعصار. أما بعد، تعريف الوسطية باختصار: الوسطية في اللغة باختصار وسط الشيء، أي صار في وسطه، يقال وسط القوم ووسط المكان، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وقال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم. والأوسط المعتدل من كل شيء، وأوسط الشيء ما بين طرفيه، وهو من أوسط قومه من خيارهم. والمعتدل من كل شيء يقال شيء وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. وسميت صلاة العصر بالوسطى لتوسطها بين صلاتي النهار والليل. فالوسطية تأتي بمعنى التوسط بين شيئين، وبمعنى العدل والخيار والأجود والأفضل والأعلى. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيحين بالعدل. وفسر حديث الفردوس بأنه وسط الجنة وأعلى الجنة. قال ابن حجر: المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل. وفي هذه الورقة سأختصر على أمرين: على مرتكزات الوسطية وعلى مظاهر الوسطية. تقوم الوسطية على عدة أصول ومرتكزات، منها: أولا الالتزام بتعليم الدين وحدوده، إن شرع الله كله مبني على الوسطية. فأول عمود للوسطية التمسك بشرع الله والتزام حدوده وعدم تجاوزها، فمن حقق ذلك فقد أخذ بمجامع الوسطية. فالدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، فاعبده وتوكل عليه. ثانيا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما علموا ذلك كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: لا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثالثا الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة، إن منهج أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، فمن التزم به فقد أصاب الهدف وقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا من الأمور المهمة وخاصة في عصرنا هذا، فقد جاءت لزوم جماعة المسلمين والسواد الأعظم،
فقد جاءت النصوص الكثيرة بالأمر بذلك، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من الأمور التي لا يغل عليها قلب المسلم المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا حديث صحيح جليل متواتر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. من أساسيات الدين والتي يقوم بها الدين وتستمر بها الأخوة الإسلامية أن يتركوا الشقاق والنزاع والمشاكل، وأن يلتزموا بحدود شرع الله. سادسا من الأمور بالمرتكزات الوسطية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يصاب المسلمون بغضب الله وعقابه، وحتى لا يعاقب صالحهم بذنب فاسدهم. عليهم الحرص على تطبيق هذه الشعيرة التي هي سياج للدين وحماية لجنابه. إن مرتكزات وأصول الوسطية في الإسلام واضحة ظاهرة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثالا لمن يترك الوسطية بقوله: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يشبه المتشدد في العبادة بذلك المسافر الذي أرهق ناقته حتى من أمرها عسرة وتجاوز حد الاعتدال في سوقها، فكانت النتيجة أن فقد دابته في الطريق ولم يصل إلى غايته. المحور الثاني مظاهر الوسطية في العقيدة والشريعة والسلوك والأخلاق. جاء الدين الإسلامي دين النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مقرر الوسطية في كل قضاياه العقدية والتشريعية والسلوكية. فمن تلك المظاهر ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. أي لا تتطرفوا في مديحي والثناء علي فتتجاوزوا بي حدود البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من ينشد فيقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فغضب ونهاه وقال: قولوا في بما تعلمون إنما أنا عبد الله ورسوله. وكما ورد في حديث وفد بني عامر: قولوا ببعض قولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن نكون من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نشكر لفضيلة الدكتور عبد العزيز هذا العرض الطيب، وننتقل والتزامه بالوقت إلى دكتور إبراهيم زكريا موسى، مالديفي الجنسية، عميد كلية الدراسات الإسلامية في جمهورية المالديف. حصل على دكتوراه في الفقه وأصوله عام 2010. له عدد من الإنتاج العلمي والكتب والأبحاث والترجمات، مشاركة في إعداد وتقديم برامج دينية في التلفزيون المالديفي، شارك في عديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات، عمل في عدد من المناصب من أبرزها مدير عام المدرسة العربية الإسلامية، وعضو مجلس الشعب، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو لجنة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات المحلية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجمهورية المالديف إلى الآن. ونترك فضيلته لإلقاء ملخص لمشاركته في هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رئيس الجلسة سماحة الشيخ دكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي والقاضي بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، أصحاب الفضيلة والمشايخ الكرام والعلماء الأجلة والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرشد إلي أخونا دكتور قباد أن أتحدث باللغة المالديفية، مع أنني أعددت بحثي وكلمتي باللغة العربية تعميما للفائدة لجميع مجتمع المالديفي بالأخص. وتلخص لنا بالعربي بعدين إن شاء الله. فموضوعي هو مشكلة غياب المفهوم الصحيح للجهاد والاجتهاد. هذا أقول لك مي موضوعك مي اختيار كوري مي وسطية يا بهم ندواء كم قابو ما إكوكا
أقول هتان غيري مي موضوع مي موضوع كوانه أقول منك تريغا مي اجتهاد كرما جهاد كرموجي مي موضوع غلي غتون واحد دنواليا أقول نك خيال جو فيدون كمكي ميد الدنيا کی تفات قوم توغا إسلام دينو کے نموغا مهنگا جريمة تكا إرهاب کے هوريها كنت تك همغومغا أدي एक मुज्तमा तकुं मुस्लिमुं जिहादु के नमुगा एक तंतन मिकुरा दतुरता जिहादु के नमुगा मिकुरबे कंततोगा की वेगेंतो एदिमदिमाले मितानी कोन सोवका हुरगेंतो एगे सोबेकमा अलगोनं हम विष्णुनी जिहादु के हकीकी मानय की कोबाकमा आदि इज्तिहाद कुरमा की कोबाकं रंगला नुस्निगिन्ने नन्नो साइलेंस ما النبي صلى الله عليه وسلم اكلك فانوගේ හයපුළු ෆෙසිගෙන් දියි දෙ දවරක බෙහෙගෙන් දාගො තෙග්ගා එයි මක්කාගේ හේද කුරෙව්වෙවි තේර අහරුගේ දවරා අදි මදීනාගේ හේද කුරෙව්වෙවි දිහ අහරුගේ දවර එංගි වඩා යනවානේ මේ දෙ දවරුගේ තෙරයන් ෆුරතම දවරකී ඉස්ලාමී දවතුගේ බින්ගා එලගෙන් දිය දවර आदि देवन दौर की इस्लामी दावत के बिंगा एलगन दिया दौर एकम इस्लामी दावत के बिंगा एलगन दिया दौर गावस अलगुल मिन्न फाहा कुरवेने एव्विस हालेगा इज्तिहाद कुरवेवुं एकलेक फान दूकल नुलवाकम एकमुगा ओन्न एम्मे रंगलु गोइन इख्तियार कुरवेवु मट्टका अबदुस मसेक्के कुरवाकमा आदि एफहुगा दौलत के बिंगा एलगन दिया हिंदुगा एकलेक फान कुरवेवि मसेक्के पुरुतका आदि कुरवेवि हंगुरामतक जिहादु नमुगा मायं अल्लाहुगे दीन मतवेरि कुरवेवु मट्टक कुरवेवि हंगुरामत हुगावेस एकलेक फानु गेंगुल वाहवा रिवेति अखलागा माय सुलूकी मिंगनुता अलगम मेन एकलेक फानुगे मायन सीरतुं वर रंगल हामुवेगेन दाने कोम्मे हंगुरामयक जिहादुगे कोम्मे हंगुरामयक लश्कर तैयार कुरवेवुम एकलेक फानु लश्कर तैयार कुरववा इरुगावेस नसहेत्तिरुवे वडागन्नवा लश्करुगे हुरिहा फरायतक एब्बिस हालेग अंहनक कुडकुज्जक मुस्कुलियक आदि हंगुरामयाग बावेरनुवा एब्बिस फरायतक एमीहुंगे दंडफं तक आदि कीकुरंतो यहूदीन नसोरायंगे गेगेव्यस एमीहुंगे इज्नेका नुला नुवनुम वर फुरिहम रिवेति इरशाद तक कीरित मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिव्वाफावाती अलगुन मेन्ना फेनिगें मिदनी आदे इबन अल्लामा उसैमीन रहमहुल्लाह इबन उसैमीन विदाल वफावा बसफुलेगा मी उन्ननी कीकेतो एकलेफान विदाल वफा मी उन्ननी जिहाद कुरा मुजाहिदुन नेके दीनुगे फ़िक़्ह रंगला देनि वडाගෙන් दीनुगे कंतत्त रंगलं ඔළුම් ෆිලුවා දෙව්වමුගා තිබ්බවා බේෆුන්නකේ එව්වස් තෆාතෙන් නැතේ ඒ මානේ කි ජිහාද් කුර්මය මිකියා कंतत्ते की हम एकनी मैदानकं हंगुरामयकं कंडिफाගෙන් नुकुमे कुरा कमेन नूने एव्वरे मा फ़ुला दायरायग्गा जिहादुगे मान हिमेनिගෙන් එබදේ जिहादुगे हगीगी माने बलालाफिकं वनीनमा दीनुगे अस्लु मफहूम मिस्तकुना हमें फोर को दिनु मट्टका कुरवे मसेक्कतकी एव्वे सालेग्गा कुडा मसेक्कतेक्कमुगा नुवे नुदाने आदे एहमे मी खंततका बेगोतुं الشيخ الباني رحمه الله विदाल वे फोन्ना बहे दन्नवालाना آفة الشباب المسلم في عصر الحاضر هو أنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به رفعوا به رؤوسهم وظنوا أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما فتسلط عليهم الغرور والعجب ونخشى أن يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه مي بس فلوجي معناه كي مي عجاب كهلا كم كي مي فهكان عاش زوانون كتيرين باي زوانون دينوجي كمش كهلا ماتين إتشين إنجيلا إيرا دين إمي هنن هيوا كهلا تيمون نمنا مولي دين إنجيجة دين حسابهم فهيجي مسك فراني ميس بي هنن دينوجي نموجا فتوى تدي شرعي بس مقاصد بلال من نتي مواقت دكاره نتيجة جوتون مي كتيريا وديجن بدني هما إمّ
تفات فرات وديجن ديموغ نتيجة دينوغ أصل مفهوم جلجن ميدانية هذا ألغونوغ مي موضوع واحكا خلاصة واحكا كي كم جابس مي اجتهاد جهاد مي ده لفظ ايج فريهما معناغا بينون كريويجن نوني دينوغ حقيقي مفهوما ادي دين ميستكنا هم فوركو دين متكا كروي مسكتوغ فريهما نتيجة نونكنانه وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يبارك كل من ساهم وشارك في تطبيق شريعة الله على أرض الواقع في إطار مفهومه الصحيح، وأن يبارك جهود الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في معالجة قضايا الأمة ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والحوار التي يدعو إليها ديننا، دين الرحمة والسلام والأمن والأمان، سائلا مولى عز وجل لهذه الندوة التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لفضيلة الدكتور إبراهيم هذا العرض الجيد والتزامه بالوقت، مع أني لم أصدر أي تنبيه ما شاء الله عليه، لكن أيضا وفى بما وعد أيضا بترجمتها باللغة العربية، فوزعت قبل أن تنتهي الجلسة فنعفي من الترجمة. الآن نترك المجال للمداخلات من الأخوة والأخوات، إذا هناك مداخلات. مكتوبة ما جاءني مداخلات ترى إلى الآن. في أحد عنده مداخلة؟ فيها الميكروفون يا دكتور باقر. قبال مداخلات. مي دكتور زكريا دمي وافر دكي ودانا نفدين إسلامي جهاد مفهوم به قطن هنويما لاقط في لاقط مفهوم به قطن نبي موضوع به قطن فيس بيفلك هيبلغا سؤال وفي دفاع وانما أدي يترو تفصيلك بين فلوانما أرغون منا سؤال كدكتور زكريا سؤال كرون أدي يقولين أرغون سؤال كذا في الإسلام دينك وسطية تابه قطن هم أدين قتي مي دم موضوع أرغون من كومنت كرون تبي فلون فراي فلون شكل بسنة هم ما يبص كلا كومنتين يكمل وانما كومنت فعال كرون قدين أدي خيال فعال كرون بين فلوانما خيال فعال كرون مس دارنما شكريا. لا في مداخلات. هذا يا أحد عنده مداخلات؟ تفضلي تفضلي يا هنا يا. السلام عليكم. السلام. ألوان أولم فيلم بيلماني أسوغا ميهارو إكلا سيريا غا ميكوربي هانغورا ماغا ميكورا جهادوغا أني ألغم من أني مسلم فريهنو كيها وركتو مي مرحلاغا مي هادانوغا باورمغا ونجه منغنكي اي فهم انغا فبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف فدي دوسورغا مي سيريا غا اي كلا مرانغل ميهون اكلا اتنا ديوما اكما مي سركارون انغوني اسوغا مي اكاتا كدا مي هكوس هير كوروما دي الغو من ام ميهنا وران كانتتن اولي انغيتو ميهم بي سؤالها قبل ان يجيب الدكتور زكريا وترجم سؤالها باختصار. هي تقول عن حكم مشاركة ما يسمى بالجهاد في سوريا أو الجهاد في سوريا، وهي تسأل نحن نرى أن بعض الحكومات تمنع الذهاب إلى الجهاد في سوريا، وكذلك مع أننا نعرف أن الجهاد سيكون في آخر الزمان في الشام ويكون هناك رباط في أرض الشام، ومع ذلك نرى هناك ممانعة من قبل بعض الجهات، فما الحكم في هذا أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول دنواني فرتنا اسمع جهاد وجه واحد أقول من أرو يوم كيغا جهاد كي ورم ماي أرو كمان أدي جرامة جهندين سكان دمي أننا إكما كو هنما فلو بحتواشة جهاد كرموغا شروطه كا أصول تهكي أدي وكي كهلا قيادتك داشون نونغتك ميدانا هنغرا ماي ميدانا نيكوتما مدوغا علم ويرينج مدوغا هما جينا علم ويرين بدالواني إفس حالكا إهن هتيار هفاجن نونيكم وينه دين تي بدالوا شام كراغا فهو زمانكا جماوانه وهاكيا
බෙහෙගතුන් අලුගණක එහා රංගලක බලාලේ ෆෙන්නේ එක හෙන්නමස් අලුගොන් දන්නවාන එකමකි මිහින් හුරි බයෙන් හදීස් ෆුල්තකුගේ තහගී වර රංගලක් කුරෙවිගෙන් නූනි එහා බෙහෙගතුන් එච්චි පුන්මකි එහා ෆසෙහකම කන්නෝ හිඟා දාන මීගේ ගායගණක තිරිස් හංහාර කුලින්නේ අලුගොන් හඳාම් වනි සාස්තේක වන ආහාර අලිවිලේ විනුන රේගා මක්කාගේ හරම් ෆුළු බයකු මිහුන් හිස්වාරු කොග්ගෙන් එතාංගා මී mahudige faanu faalu wejje kiyagen aruttakke feturi feturi arutta feturi ves hama hadi qurbana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis furuttak kaman yikoggen balagen e hadis furutakun nuba tarjuma nagagen ege macce binako em algon dannawani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis furutan ege emme furi hama maanaga adi hadis furutuge sahhakama kashwarkama ege riwayatuge tedukam bala rangal nuni besalega algon nuane mi sham karaga anuni anittanega mihinga hanguram te ki hama man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekama irshad wafuri wahata kamuga qabul koggen ايوه شكرا دكتور زكريا ونوجه سؤال ونوجه نفس السؤال الى الدكتور حتى لا الملخص الاجابه بس احنا ملخص اجابه الدكتور ملخص الاجابه ممكن الدكتور يذكر ملخص انت تلخص انا قلت انه لازم يجب علينا ان نعي بالدقه ما هو المفهوم الصحيح الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامور لبدء الجهاد والجهاد له شرائط وضوابط يجب ان نلتزم بها من غير ان نلتزم بهذه الشروط والضوابط فربما لا نؤدي الى الهدف المنشود. ايوه فنريد يعني من الدكتور عبيد ان يوضح الاجابه اكثر اذا كان هناك امكانيه. تفضل. طيب دكتور سليمان تفضل. ولا شك ان الجهاد هو ذروه سنام الاسلام، لكن الجهاد له شروط وضوابط، ومن اعظم الشروط والضوابط هو اذن ولي الامر. دكتور سليمان. نعم. هذا لما بداري واقع كي هم دكتور زكريا داري في جهاد كي ايغا شرط تكا ege hamataka ka usultaka ge matin kurang onna kameke ei hama ekani kandiyaka badiyaka hifage nukme hangurama kurumen nune adi ege terege emme muhim er rukuna kin wata emme muhim en hamayaki waliyul amr nuwata ewagutu qawmuge waliyul amr kan honnawa faraatege iznaya hudya ekiga jihad nukmeni e faraatege fahatuga adi faraatege irshada e faraatege gwaluma ijab dinmuge gotunne. لأن الجهاد ليس متعلق بالأفراد، هو متعلق بأمة، ومن هذا المنطلق لا بد من إذن ولي الأمر لأنه يعرف المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. فلا بد ehni jihadaki amilla fardun emihun amilla nimma warawure ma bodokameke ekamuga waliyul amruge basfulen otun komme muhimwane enage irshadaga matin enage fahatuge jihad kurun oti. من هذا المنطلق لا ينبغي أحد أن يذهب بدون إذن ولي أمره الذي يحكم بلاده لما يترتب على ذلك من مفاسد قد لا يدركها هذا الشخص. هم ويما ولي الأمر إذنيا نولا جهاد النكتم كسبابون إكمل النكمدانة نيدوي كانت تحققتك فساد وفجدانة كمرتك إدويجم وني أدي واجب ويجم وني ولي الأمر هدايا أدي إناعه irshaaduge matin ena angwa gotuge matin jihad nukume jihaduga bayrume enon gotuka jihad kurmennete. شكرا فضيلة الشيخ. يعني مع عدم يعني وضوح الراية الموجودة حاليا ووجود منازع للفتن، فقد يقع الشاب الذي يذهب للجهاد إلى مواطن الفتن، وما تولد حاليا في هذا الوقت من وجود بعض الجماعات التي تنتسب للإسلام ما هي إلا صورة من الصور التي تزعم أو تدعي الجهاد. هذا أول من بيهارو جهاد جناموغا بيميهم كرا عملتك يميهم هنگا فساد وري كانتت فينيك ميدني يميهم اس دعوا كوراني يميهم نكي جهاد كرا بايك ehmima mi huriha sababta kattaka waliyul amr hudaya yakamuga ena hewa nubaya lafa nulafa belma foga angawa engeume gematinne jihadu ka bayrwani. المداخلة ميكروفون. في الحقيقة الحروب الأهلية في سوريا وفي العراق أو في بلدان أخرى هذه ليست يعني جهادا. نعم،
لا هذه ليست جهادا. الجهاد لها شروط كما قال الشيخ. اسكت يا أخي. هذا لا اتجاه. هذا ينطبق يعني آيتان وآية وحديث. خلاص أنت أستاذي. الآية هذه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذه الآية. والحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أنتم تعرفون هذا الحديث. هذه حروب أهلية لا يجوز أن يذهب مثلا من مالديف أو من إندونيسيا أو من ماليزيا يروح باسم الجهاد وهو هناك يقتل وهو يعني ليس شهيدا. هذا එහෙම දෙmme අරගොන් මංග උස්තාස් ඒ විදාළු වෙච්ච කි خلاصه ඇකි ඒ විදාළුවනි මේ වලියුල් ලම්බරගේ හුද්දයා නුලා කරවේ ජිහාද කි ජිහාදෙන් නෝනේ අදි සූරියා කාල එක එක බයින් ඉස්ලාමී කාමුතක හිඟා තලාෆලුන් තහකි අහලි හංගරාමත එක අහලි හංගරාම තකුගා බායරුම කි ජිහාදුගා බායරුම නෝනේ මේ එමනික් ෆානගේ වහෆලගේ خلاصه ඇකි شكرا استاذنا. طيب نشكر الحقيقة الأخوة المداخلات واتفقت في مداخلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشارت إليه السائلة من وجود قتال في الشام ومن علامات الساعة، هذا حينما يكون المسلمين نزول المهدي، خروج المهدي، أو نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، فإذا ستكون هناك راية وليست هذا. وجزاكم الله خير. ورا رانغل وافلكن إشارة كروي أي ميدم نينجي واهكا كتريجه همني كمه سؤالك بدالو يقطع مشام كراغا رباط نوتا جهاد إسلام دينه حق جهاد هنغاني مهدي كفان وداعت مفهوجة أدي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وداعت مفهوجة إيه فهون جهاد هنغاني إيه ما إيه وقت ويما هنغا جهاد كي إيه ما مهار شك وسنة تيمي إيه وقت إنه إيه وقت إيه كمان دم دكتور إشارة كره. طيب شكرا للجميع، وأظن الإجابات الأربع اتفقت. ورقنا واحد كيف ينتبه الموضوع أنه هذا لا يعتبر لا جهاد وليس تحت راية، وإذن الدولة لأن الآن أصبحت حدود جغرافية، والذي يذهب قد يتسبب في إشكاليات حتى لمن يذهب إليهم ويقع في صراعات. ثم أين الرايات الآن؟ أين الراية التي تقودهم الآن؟ نجدها الآن في الشام كم الصراعات التي فيها، وكل واحد يأخذ رأيه ويظن أن عمله هو الجهاد. والإشكالية في العصر الحاضر هو تكييف النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا الحالي، وهذه هي الإشكالية اللي يقع فيها كثير من الشباب، تنزيل النصوص على أي حدث يقع ويقول هذا الحديث يدل عليه وفي الواقع لا يدل عليه. يعني لما جاءت قضية صدام وغزو الكويت نزل عليها بعض الأحاديث، انتهت القضية، ثم لو جاءتنا حادثة نزل عليها أحاديث. فينبغي عدم الاستعجال في فهم النصوص وتنزيلها على الوقائع الحالية. دم بدالي واهكا خلاصة كي كم تنيك جهاد في فشما كي جهاد كيا كم فشما كي ألون من كتير بياكو إكما غلواكين كمس كهلا ديني نصو تك حديث تك قرآن وآية تك نجا إكما غلوه එමිහුන් ගාමිල්ල විෂ්ණුමාය ගොත ඒ හිඟා කන්තත්තක ජිහාදු ගනම ගහිගා කන්තක කීරිත රසූලගේ හදීස් ෆුලතක කීරිත කුර්ආනුගේ ආයතක ගුළුවාගෙන් වාහකදකේ ඒකන්තත්තහ කී ෆික්හ් ඉල්මුගේ අහුලුවරින් නන්නූනි කරවෙන් කන්දත්තකේ නෝනේ එහෙම ખુલાසාය කී අබදුවස් තනෙක ජිහාදු ගනම ගහම කම ෆෙරේර ආයතකකුන් නුවත කුර්ආනුගේ ආයතකකුන් කීරිත රසූලගේ හදීස් දහකුන් دليل نجاين إكما كبار هود مرتكا مسك يكورون أهلي هم كرام تهيك كم جايس أدي أميلة تلافلون تهيك كم جايس أدي همرجون تهيك كم جايس مي آموكو هنگمون عنا كنت تهيك الدنيا ميهار ميهنگا كنت تهيك سباوت كنت تهيك ميهار سوريا جايس ما إنجي ودان وانه فداين ميكيا IS ميهو بسباوله أدي جبهة النصرة كيا بيك بسباوله ميهوريا منه كي صدق فانا هاتي ميهو إهما أي دار ويتشكي خلاص هيك අල්ගොන් අනේ කුඩ එච්ච දන්නවනන්තෝ අස්ස අල්ගොන් මන අංගවෆනේ අල්ගොන් සුවාල් දෙන්නවියකේ හුස්සකනේ අස්කරී ගොතුන් හෙග බෑ දැන් අවුඩ ෆෙන්ඩනි ඒ බෙෆ්ලක එහාගෙන එක්ක වගතෙන් උදේන දැන් මා දෙහෙන් බෙෆ්ලක නංග දෙව ෆුර්සත් නෂීද ලා ප්ලීස් السلام عليكم.
تم زكريا باك فلغ بدالو مي بايفارا برا كودكون دي كم كيف فتوى دمون داواك إكاغوت كالوغلا ده ميهار وس ألغم مستوى تريغ إكاغنت تهينغا خبر معلومات لبه إن كم بانيا تبفون علم بريغ حيثياتو ميكان كما كون كافيا والتكتو ألبا أستقربان मी असलो हमें कनी दिवे राज्य के मुज्तमा होगा फेतुर के गुले मसले नो मी मसले बिगतन हम इल्म वेरिंग के अरी हों एक मालूमात और फिल्मों होगा दें एवरिंग गोस एक हम बड़े इल्म वेरिंग वेगे में फतवा तदी है दें शेख अलबानी रहमहुल्लाह हम एविदालु वाह कतिमन तमन एविदालु भी हमें मी फहकंगास मी जुवानुं बिगतन एबा फतवा तदी हदा वाह हम मुज्तमा तो होगा से कंगे बहेगा हम अलगुन दन्नाने एक एमे बोडो आने कम कम होती अलगुन में इल्म वेरिंग मी हुन्ना मुखातब वे वाहक दक्का इरुगा और मी हुन्ना रगला फहम वागोता वाहक देकुमा अदे एबे फुलुंगे विष्णु फुलुगा वेस मी शरई मकासिद तकर रियाय कुरेविगें शरीयतुगा मकसद तक एबे होरे खना अलवाफा अदे दीनुगे कोम्मे हुकुम का शरत तक खना लाफा दीनुगे एबे हुक्मे नोने मुतलकन मेन एच्चें हराम मेन कमें हराम 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 कोम्मे हराम वाच हराम बेगन दनी वेस शरत तक फुरे वेगन दियामा एमे मिसाल का कोम्मे सवाल का थी हराम मी हराम बिगोता वागते की मी हुन्ना इस की आने ए वागते की कोम्मे इंसान को इस दीन तक वरल लोबिवे एमे दीन तक लोबा मी हुन दीन हुर्मत तेरे को हितमुगे गोतुं आदि हराम वेगम वा कंतत को दुरहलिवाम वेस बेनु वातिया एकुगा हम मी हुन्ना फतवा देरुगा कोम्मे कमे मिजाता विष्णुमुगा फतवा देवम फतवा का वनिनमा ए वर बोड मसले एमे मालूम में इल्म वेरिंगे गोतुगा तिबे बेफुंगे कोनुगा अल्फा वर बोड मसूलियत के बॉय मसूलियत की अलगुन में बेस में दीनुगे मी नुसूत त दिकन रंगला फहम वेगें अदि एगे मकासिद तक रियाय कुरेविगें रयतुन्ना हमें अलगुन में ए मुखातब वा हमें बयका फोर को दिनो अदि एफ होगा एमी हुन हम नसीहत तेरवो बुनंगे वहां के तिमन्न में मिगोता नसीहत दी कमगाबिस काले में मिगोता फतवा दिन हदच ملخص السؤال والجواب. ملخص السؤال هو ما هو الواجب المسلم ما هو واجب المسلم المعاصر تجاه هذه الدعوات الجهادية فماذا ينبغي أن يفعله؟ دكتور قال كلاما جيدا في هذا الموضوع وقال في كلامه أننا يجب علينا أن نفقه النصوص الشرعية في هذا الموضوع ثم بعد ذلك نعمل بما يجب علينا من أوامر التي تأتينا من قبل ولاة الأمور. في مداخلة؟ طيب نأتي إلى ختام هذه الجلسة واستأذنكم لعل نبدأ الجلسة الثانية لأن الاستراحة أخذت قبل هذه. الدكتور محمود الجلسة الثانية نبدأ فيها مباشرة. طيب وشكر الله لباحثي وفرسان هذه الجلسة وشكر الله لكم أنتم أيها الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدثون في الجلسة الثانية معالي الشيخ محمد رشيد إبراهيم، معالي الدكتور أحمد زياد باقر، فضيلة الدكتور باسم حمدي السيد، معالي الدكتور محمد شهيم علي سعيد، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الزاحم، فليتفضلوا مشكورين مأجورين إلى المنصة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة العلماء والإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجلسة الثانية ويشارك في هذه الجلسة معنا إن شاء الله معالي الدكتور أحمد زياد باقر والدكتور باسم حمد السيد، معالي الدكتور محمد شهيم علي سعيد، الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الزاحم. وأول كلمة أعطي لمعالي الدكتور الأستاذ أحمد زياد باقر وزير الشؤون الإسلامية في مالديف. الدكتور أحمد زياد باقر حصل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة ملايو، ماجستير في الدراسات الإسلامية في الجامعة اليمنية، بكالوريوس تربية قسم الدراسات الإسلامية جامعة العلوم والتكنولوجيا. الإنتاج العلمي له أثر الخلاف الفقهي في المجتمع المالديفي،
نشر في مجلة الفقه الإسلامي الأكاديمية الإسلامية جامعة ملايا. أدب الخلاف الفقهي في المجتمع المالديفي نشر في مجلة الفقه الإسلامي. التعليم الإسلامي في المالديف نشر في موقع كلية الدراسات الإسلامية. الاقتصاد في المالديف نشر في موقع كلية الدراسات الإسلامية مالي المالديف. أهم المناصب والأعمال: معالي وزير الشؤون الإسلامية الآن في الوقت الحالي، ويشارك أيضا في البرامج التربوية والإسلامية في قناة المالديف وإذاعة المالديف، ويشارك أيضا في لجنة التفتيش للإعداد المدرسي للمراحل الثانوية، عضو المجمع الفقهي لعلماء المالديف، المستشار الديني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الآن أعطي الفرصة لمعالي الأستاذ الدكتور أحمد زياد باقر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي حقيقة أقول مي بحثكي مي خلافي مسألة عمل القرآن منهجه كي كوباكم بيان كودينما ديفا وبحث دين ميغا مي سامبل كان أقول مي نجي دبيه مجتمع مي سامبل كان أقول نجي دبيه مجتمع مي بلاغن كوريا مي كندني تميغا فرتما بيان كوفمني خلاف مي فشيجين أقوي كهنا كان خلاف فشيجين مي أي تين شكلنا قطوكا إما فرتما دنيا إنسان وجودا أو ما يكوكا مي خلاف وفدين فشافي تين مي أي آدم كفانا مي إكوكا وفدين ديا آدم كفانا إبليس آدم دو مي وفدين ديا خلاف دين يا إكوكا مي أقول من بدالك مكا وانا ما مي ملاك بيكالونجي مدوغا خيال تفاتون وفدي ادي نبي بيكالونجي مدوغا خيال تفاتون تكن وفدي ген ديا كان فاهم قران جيد مي كوم كامن هم كيرتو قران ورغون منا ثابت وان بول دين اي اكو الغون منجي مي ما رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك فان رسالته اجا مداغتو ما كوغا مي خيال تفاتون تكن وفدونو كذلك فانا كذلك فانوغي غاوموغي مي هوننا اكوغا مي هما اياكو ايغا فهم مي امتا اسلامي امتا دينا جينا باكو وانو ماكوغا تفاتو مسلتا كوغا ديني كانكاموغا خيال تفاتو مفيدين ديا دين المرين فهم كون ايغا مي بور سابقا وگين دي دليل تاكي ليميت وگين اسور دليل تاكي قرآن سنتو محدود انما بس مي مجتمع دماغ وگين دا مسلتا كي مي حدين كانكامنو دوالو كتم مسألة كه مي أنا مجتمع تك تعرف كه مني إيه كم كمكا دليل تكو ماشى بنا كون علميرين مدوغا خيال تفاتون وفدم فشافة وري دمي خيال تفاتون تكا بهيغتون دم مذهب تعرف كه عاروغا رابط الإسلام فيجو أكاديمية ديهوانا داوروغا إغاروانا نوانا قراروغا فيجو أكاديمية من دعوام فيجو أكاديمية قراره كتوكا بيان كوفا مني خيال تفاتون تحكي أي yang algoritmen mi dini hamatake ke matiga shari hamatake mingar teke matiga atoji kam ga wana ma ya bolamba kema manje hene kama adi ane fiqhi mazhab tahki khasa kote hataru mazhab hanafi shafi maliki hanbali mi hataru mazhab ki mi motabar kote ga mi masal taka amal kurwene amal kurwen jehene kote kamuga mi rabita ge fiqhu academy ge gararuga bayan ko fewni nawaste ka addiha haywana haru nerifawa gararuga devi mujtamoga mi ufedefuri bay khiyal tafatun taka badaruga maganu debayen egetren furtan be kamuga algondu faham kurani ei shar'i khiyal tafatun ta dini masal tawga ufedefuri khiyal tafatun den ege sawbek kama badalaruga furtan sawbaka wege menani mi hama mi ehem mujtama tawga wes sama mi hen huriya islami mujtama tawga wes hama dimawa masal tammi waki divi mujtama ka vima no mi kam dimawni ei sawbaki mi shar'i nususta khasa ko tegga mi ane kirtma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam kale faanu ke
nasuta badar nasutan algon mana haman asohur goto mi khiyal tafatun tan ufitige men ei baybe kalon arhuga mi sahawa hadise ngana baybe kalon arhuga sahha no hingadan hama ya ko kiga hadise dibi ana baybe kalon hadis libi mingadan mikaba mi sabata kattaka mi shari masal tawga khiyal tafatun tan ufidi famani den ege fahuga mi dalil mi shari dalil tahuga masalaga ei hujjate tolo to nunto den alon miberne ki qur'ana sunnat ga waha kenno qur'ana sunnata de terege khiyal tafatu men nei ei bas malen ijma hennamas ijma hennamas mi khiyal tafatu unta ngoni eheni hen dalil tahuga ege macce bina kon hukumen nerevidan to nunto misalaka mi qiyas al masalih al mursala shar'a man qablana istihsan mi dalil tahuga macce bina ko masatan anero khiyal tafatu unta ken ufete fe buhuri hamaya ko kiga mi ane istinbat kurumge qawaid toga khiyal tafatun taken ebuhuri ei badaruga jumhur ilmerina hanafi mazhab ga amago tegga mi khiyal tafatun tan ei misalaka mafhum mukhalafage annaka mugwajjiya am wal khas dalil tam annago tukun am dalila hama yakeni mi nahi aw tahrim misal toga bes ebuhuri dalil tan anneruga haqiqat no ta majazi gote gan sunna dalil toga macce binako khiyal tafatun tan ebur den nukta ka menani dalil negumuga dalil mi apply kurumuga mi ane khiyal tafatun tan eburi ei algon mege visnumuga fahamuga hunna masale gotu misal kan hunna mashhur hadith mi la yusallina ahadukum illa fi bani qurada mi hadith ka mi badaruga ebbe kalon mi madi mi bani qurada gossa namaz kurave ana bebe kalon magumatiga mi namaz kurave ngindi manaki rashad diumuga kuring asur wagutuga namaz kurave denamas mi deba mi kuring ebbes be ki rasul sallallahu alaihi wasallam mi echeke vidale nuwe enamas ei e dalilu fahumumuga e dalil ebte kurumuga ebe kalon meduga ufegin dia mi khiyal tafatun tek hama ekani mi aray boge tobiye badaruga mi waragina dalil tawga ebuhuri mi khiyal tafatu tan ufedifa mi khasa gotega wuduga daliluga ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiq ila mitaga mane ki kombato ulambo shege terege himeneto no himeneto be ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiq famsuhu birusikum birusi ba mitanuga mi aray boga mi annani bodun bayto boduga ebbato bo ekonto enamas mi khiyal tafatun tawga mi rasul sallallahu alaihi wasallam kade faanuge hadis macce bina ko ngalodun nge buhuri mi sahha mi sanadun mi sabati hadis ta kade faanu amadu kurevi goy den mi annani hagata badaruga mujtama tawga islami mujtama tawga mi ufeden nuwane khiyal tafatun ta mi hawa nafsa tabawu mi kankamuga emme is magamu hodum den timana kama kameni ta'assub li tawaif al ashkhas jamaataka mihunna ta'assub bay ilmeriyego bay vidalojiya eiye bahaki den ituru ehem bahen nonane masal tawga mi su donu bil akhirin ehem mihunna kunhi kuru mi wes mi kamuge sawbes wara borti masal ta mujtama tawga dimave ei faafe ka dima kuri galgono nge beje mihunna de terega تنقل الرجل بيسنمكم بيسنم قلة العلم في صفوف كثير من المتصدرين الفتوى فتوى عامكم نرى نوت فتوى واها كمجتمع دكا ميهون كباغا علم ما دكان فاهمكم إيه معناه كي علم اللي بيفهم ميهون علمي كان كموجا واها كده كم يدالون مجتمع ترى فننغ به مي هريها علمك فنوجا هذون واها دكان إيه ديني مسألة توجا دانورياس واها كده كم بي masriyaas waha dakkam wi film kule miyas dina begotum waha dakkam wi ehme mi buna waha ke ki komme kamakas ekamegge ahadwerinne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dibe mujtamoga mi ane amogote ke khiyal mi ufeden dima fa sabta ka badaruga dini kankama jahilu ehme dini kanka nengi tibe bay faharu kankamuga mi kuriye deve kankama meduga mi dina ki shamil dine kan gina fahara algonu menna
rangalu mafhumu ko nuwisnu e bay faharu di manage minegeni eddara ettanege de mi haygata balaruga algona mi misruga ilmere kamuga Dr. Abdul Qadir Auda liwa fona fote ilmere na behe gotun liwa fona fote mi nuktaya mi ilmeringe den mian mege fahongana nuktaya de terega war fahan ko bar furiyama gotega wahaka dakkawa fawe vidalwa gotun mi algonu menna deen ebbe ko visneni deeneki hamekani siyasatu kamuga anebbe qabul kura gotuga deeneki hamekani namadu kurun kamuga nuata islam deenuge fasrukun kamuga den hunna baita ki ei deen nun kamuga misalakan aili masal tawga geterega kankan kurumuga demihun deterega muamalat kurumuga mi deeni kankan nun kamuga ina fara visnefa mionani ilmeringe bayin ilmeringe raitaka ta'assubu حقيقة فنّن كم دين قصور بعض العلماء نادى رسالتهم فهرك بدان على قولهم مي ربما قد يكون أنا منهم قصور بعض العلماء نادى رسالتهم المرينا فريا مقطوعة أدا كورنجه رسالة فريا مقطوعة أدا نكره صدور الفتوى من غير أهلها ميهم كورين بس متنو قد يكون واحد فتوى دينو مك فتوى أهود ورين نون هي ميهم دينا به قطو kankamuga wahaka dekku mi diwe mujtamoga khiyal tafatun ufedigen diyama den ege natija ka badaruga miga warak rangalo kandata sebori fennan adi gos kandata sebori fennan den ega mi magute miga mi rangalo kandata ka fahan kureveruga mi masal tahuga waragina masal tawga sharia masal tawga dalil taka visna dalil tawga macce binakon hukumta mi narefe eburi mi ehmi magun fennan ebure mujtama terega waragina fahara mi magun ekkibafati mihum masal tawga wahaka dakkaru emburi hewmaga rujuwe tauba we eburi adi hamaya ko ekige ilmi harakat take waragina fahakan as mujtama terega feturam infeshwe eburi ten ragalo non bayen asartaka badaruga mi fiqhi mazhab takan qabul nukura bay mi visnun mujtama terega uleka fahan kuranje mi hamaya ko ekiga mi ilmeringe hunna mi unikan fahan kon e unikan kama behe gotun wahage dekku mi fahan kurwe kame bay mi باي جماعة تهوغروتا باي بيهون تعصب لبعض الآراء الفقهية أثرا سلبيا على عامة الناس في المجتمع المالديفي هيما مي أقول منا مثالك كان كموجا مسألة توجا خلافي وفي دنيما مي أنا مثالك ده المريك ده تريجا خيال تفاهم وفي دنيما بيفلوك مثال نونك أنا دكا واه كي جوه تيمنا دكا واه كي ميجا رانغلي مهين أستوك هاي كتب بلاروجا mi dima masalta ki mi faham kore midani ehnu mi masalta hoga ufedi furi dalil taka den komme beflo ka sebe flo ka fenna emme rangalo gon e masalta hoga bunedunun ei emme rangalo ko kama den mi bahusga algonda mi badaroga masalta hallu kurumattaka emme furtamas visnam vi hageta badaroga al qawl wa nisbatuhu ila ahli miga wara muhimu kam mi hageta badaroga mi wahaka dekkumuga ege me muhimmu nukutayen algonu men wasilum badaruga e bahe vidalu fa befuleka ekamen nisbe kuru mi miga riwayegen anna gotun Yunus bin Abdul Ala قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من إنصاف أيما أي مي حاجة بدارك إمام قرطبي بدارو بسولك ماتش بناكو فيبن مي إمام قرطبي بدارو نيجي فهم بس بماتش بناكو أي إمام مالك زمانو إمام مالك بدارو في بسولك أي إنصاف نكم فهم كره دين تمنّمن زمانو تمنّمن كيكه है बुनान ए इमाम गुर्तुबी विदाल बसुल ए मग कोमे बेफलो को से बेफलो को विदाल बिसादक आमो रयत को आमो मिह को आस इल्मेरिगे फरातो बसुल मि होदन होदा अंगोस इल्मेरिया नुदक्का वाहक आमो को तेरगे मिदक्कनी ए मी वरद देरकम असलु कंकमो को इल्मेरिंगे बोदुगा बय फारे बुहरे बय बदनाम बस एलुइफा
den badaruga amini mani mi natija badaruga mi waragina natija take mi bahasun nere february natija nogo salgono hama ikani tawsiyata ko nimmadan ema miga mi bahus ka algon hushara furi bay mi husharun tahki mi khilafi masalta hoga mi ane daira hanikurum maki ane mi ilmi daira ga masay kura mi hunge warabbodo masakataka wan jehemede den wahaka nagul kurumuga sabit kuru khasa gotege ilmerin vidalwa basulta ei bayfare bohore ilmerin vidal nuwa bas ilmeriyege boda e bas raddu wefnoto ilmere ka raddu wefa hagigata badaruga ilmere ku vidal nuwa bahen mi eyo mikahada mi hamayekani mi muhimu kame mi fada mutamartaka achi bevun mi dimawa masaltawga kankamuga hallu hodu hamaya ko ekiga mi islami akhwantakan min gaim kurun mi ilmeringe meduga mi khilafi masalta ki ei mi algono men diinuga na shari masaltawga khilal tafatu ufiduma ki ei ebbe kanebbe ka mi baba ufidum wane kaben nune ki ema algono men ekweri kama mige ummatuga kurige suri khiyal tafatu hutta shari masalta go fedife hennamas baba umaka asenete sallallahu alaihi wasallam baraka ala muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. شكرا مع الدكتور أحمد زياد باقر على عرضه القيم. أرجو كل متحدث أن يتقيد بالوقت المحدد 10 دقائق ولا نأخذ بين يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني نتقيد بالوقت لأن أمامنا الصلاة وننتهي من عرض الباحثين وأيضا بالمناقشة الساعة 2:15 هذا المحل. الآن أعطي الفرصة لفضيلة الدكتور باسم بن حمد السيد. هذا الدكتور باسم حصل الدكتوراه في قراءات القرآن الكريم من قسم القراءات في كلية القرآن والدراسات الإسلام بالجامعة الإسلامية، ماجستير في قراءات القرآن الكريم أيضا في نفس الكلية، دكتوراه في علوم القرآن الكريم من نفس الكلية، وله إنتاج علمي كثير، تحقيق ودراسة كتاب اتحاف البررة بما سكت عنه نشر العشرة، وكذلك تحقيق ودراسة كتاب الإرشاد في القراءات يعني الأئمة السبعة، وكذلك دراسة تحقيق كتاب تحفة الطلاب فيما كان بالنون والتذكير، وكذلك له مشاركات في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية. فليتفضل الدكتور مشكورا لعرض بحثه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذا الدين دين الإسلام فيه الهدى المحقق لسعادة الدارين في الدنيا والآخرة، والمناسب لكل المكلفين في كل زمان ومكان. وقد تميز هذا الدين دين الإسلام عن سائر الأديان السابقة بميزات منها وسطيته. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد قرر القرآن الكريم أن لزوم الوسطية هو عين الاستقامة والصراط المستقيم، وقد جاءت الآيات الكريمة تقرر
منهج الوسطية وتدل عليه في شتى جوانب الحياة، فأمة الإسلام هي أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لفظ الوسطية وما تصرف منه جاء في القرآن الكريم في 5 مواضع. الموضع الأول في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: والوسط العدل. الكلمة الثانية من تصرفات الوسطية في القرآن الكريم كلمة الوسطى، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي المراد بالوسطى هنا 3 أقوال، أحدها أنها أوسط الصلوات محلا، والثاني أوسطها قدرا، والثالث أفضلها. الكلمة الثالثة التي وردت في كتاب الله عز وجل كلمة أوسط، وقد جاءت في موضعين: في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. في قوله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم قولان، أحدهما من أوسطه في القدر، والثاني من أوسط أجناس الطعام. والآية الثانية في قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال العلماء: أوسطهم أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم. الكلمة الخامسة في قول الله عز وجل في سورة العاديات: فوسطن به جمعا. وذكر المفسرون أن معناها هو من التوسط في المكان. قرر الإسلام الوسطية في القرآن، وذكر لها سمات تميزها. من أهمها السمة الأولى هي الخيرية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والسمة الثانية هي الاستقامة، فالوسطية استقامة، لأن ضد الاستقامة الانحراف. قال عز وجل كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسمة الثالثة هي اليسر ورفع الحرج، كما قال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والسمة الرابعة هي البينية، والبينية تعطي مدلول الاعتدال والتوازن والبعد عن الغلو والتطرف أو الإفراط والتفريط. والسمة الخامسة هي الحكمة والعدل، كما سبق في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. والحكمة أيها الإخوة هي وضع الأمور في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قرر الإسلام الوسطية في الاعتقاد، وأن الإسلام دين وسط في العقيدة بين أشهر ديانتين حرفهما أهلهما، وهما اليهودية والنصرانية. فكل مسلم يقرأ في كل ركعة من الصلاة في فاتحة الكتاب المتضمنة لمنهج الوسط: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فجعل سبحانه الصراط المستقيم وهو دين الإسلام طريق الخيار، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو بين طريقي المغضوب عليهم وهم اليهود ومن على طريقهم ممن علم الحق ولم يعمل به ومنهجهم التفريط، والضالين وهم النصارى ومن سار على نهجهم ممن عمل بغير الحق جاهلا به
ومنهجهم الإفراط. الإسلام قرر الوسطية في العقيدة بين الغلو والتقصير، فأمة الإسلام أمة وسط لتوسطهم في الدين، فلهم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وغلوهم بقيلهم في عيسى إن الله هو المسيح ابن مريم. وأمة الإسلام ليسوا أمة تقصير فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كلام الله وكذبوا على ربهم وكفروا به، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قرر الإسلام الوسطية، قرر القرآن الكريم الوسطية في التشريع بأن وضع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. قال عز وجل: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كلامه تعالى مع قوم موسى عليه السلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهكذا يقرر الإسلام، يقرر القرآن منهج الإسلام في الوسطية في التعامل وفي التشريع وفي الدعوة. ومنهج الدعوة الذي قرره الإسلام هو الوسطية ورحمة الخلق، ولذلك فإن على الدعاة أن يخاطبوا الناس بمنهج الوسطية في كافة أمور الدين. إن منهج الإسلام هو منهج وسط بين من يحبون الدنيا ويذرون الآخرة، وبين من يعتزلون الدنيا كلها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شكرا الدكتور باسم حمدي على عرضه الطيب. والآن أعطي الكلمة أو أعطي الفرصة لمعالي الدكتور محمد فهيم علي سعيد، وهو مالديفي الجنسية وكان وزيرا للشؤون الإسلامية سابقا. حصل على دكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والماجستير في الشريعة الإسلامية أيضا من نفس الجامعة، بكالوريوس الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، دبلوم الشريعة الإسلامية بمعهد الإمام أبي حنيفة العالي للمعلمين في باكستان. الإنتاج العلمي له الإسلام والديمقراطية. الإسلام ليس دين الإرهاب. التطرف وأسبابه والحل. دور المرأة في الحضارة، وله عدة مؤلفات باللغة المالديفية أنا اطلعت عليها. المناصب والأعمال التي قام بها: عميد كلية ولاء وكلية الدراسات الإسلامية والشريعة من كذا إلى كذا، وزير الدولة للشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية من كذا إلى كذا، عضو اللجنة الخاصة لتطوير جزر المالديف بالمركز الاجتماعي، عضو مجمع الفكر الإسلامي لجمهورية المالديف من كذا إلى كذا، رئيس رابطة الشباب المالديف، عضو مجلس علماء حزب العدالة حتى الآن. والآن أعطي الفرصة لمعاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة نحن نستمر إلى أن تقام للصلاة، يعني بلا نتوقف على الأذان لما تقام الصلاة وأنتم مسافرون الحمد لله. نخلص. أيوه تفضل يا معالي الدكتور. presentation हो रही कौन फाइल है कितने presentation हो रही कौन फाइल
عندك 8 دقائق. خلاص قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألقون مي ريسيرش أكلوا على فميوني ديهراج جيغا إسلامي وسطي أصولتا نوتا مدومين همتا قائمو في ميمور جمعت مي ريسيرش كي عربي بهم هدف وريسيرش مي ورا كورغوت كالقون ديوه بهم شالاتو بيان إراد كوربيام مي ريسيرش گ ديهراج جيغا أصلوغا مچ ديهراج جيغا لوبيت رأيتو نسبة وا داريكولتو مچ واك دكافون ريسيرش بهادا فوني دبيك ديهراج جيا به غوتون وبيكا ادي مدومين أصولتا ديهراج جيغا اجتماعي ادي قانوني ادي بين الاقوام گلونتوگ تريگ اسلامي ريوتي مبادئ قائم في منور كي كوباتو مي دباگ مچ تاريخ گوتون بيار ديوه راجيگه داريكول نسبه وا ديوه راجيگه تاريخ فويتگو گوا گوتون سينگلانگه داريكولك ديوه راجيگه بي ريتون ابا نسبه و ادي عربي بي قبيله تك نوت داريكول تك وس ديوه راجيگه ريتون ابا نسبه و ادي ميگه ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया वडातुंग 300 कारो कुरिंग मस्वरिंग दुनिया दिवे राज्य गोलेफा कामा दिवे तारीख को फैतकों एबा बयान करे दिवे राज्य इस्लाम दीन वदफवानी फसते एक साल सशक हिजरांग ए अबुल बरकत यूसुफ बरबरी के दावता एंगोडा नॉन फदांग एरो फेशिके मेदा हमेस दिवे राज्य का खनीसात बिना कोरो नोत फल्लितंग एलों ए मना कोरे फे कामे गुतको मेवन्ननी आदि मीहुन दिरोले ररसुगा बंगुरा विकुमा मिबावतु कंतत दिवे राज्य को मना कोरे दिवे राज्य के दीनी हालत बदारुग दिवे राज्य के लोबेत रईतुन्न की हम इस्लाम दीन के वर बोड़ लोबेवा बे दिवे राज्य के इस्लामी शख्सियत देमेट टुमट का मसे कुरा बे के गोतुग दिवे राज्य के जुडिशरी के हुकुमत नोत क़दा बिनायक मिवनी इस्लामी मबादिउ तोग मच्च दिवे राज्य के इज्तिमाई हालत बदारुग कुरी के मुअर्रिखुन अरबी रहालांत दिवे राज्य बे गोतुं तारीफ के बस्त दिवे राज्य रईतुन्न मेदुग फालु को फाकन तारीफ फत्तो का नेंगे बे दिवे राज्य के सियासी हालत बदार दिवे ही दौलत की मिनिमम मुस्तकिल दौलत कानून तंग एबे दिवे राज्य के मुस्तकिल कानून असासी एबे अदि पार्टी निजाम के मच्च दौले हिंगमु अन्न दौलत दिवे राज्य इस्तेमाल करे फनी दफार के मतिंग ए पोर्चुगीज उन्ना अदि इंग्लिश हिमायत के दिवे राज्य हिंगोतुम दिवे राज्य के वरबोडु सियासी बदले मीगे दिहा वरकार तेरे दिवे ही राज्य वानी देखिफ ए बदलत तिबे फने गोडानो तिंबार वाकिवेगन दियुमा अदि दिवे राज्य के सियासी अदि එහෙන් හුරියා ගොතුකම දිව රාජ්‍ය මේ දිවර කාර්තරයේ ආෆා බදල්තෝග මච්ච දිව රාජ්‍යයේ ඉජ්තිමායි අධි කානූනි කන්තත්තෝග තෙරේග අධි බයින් ලක්වාමි ගොළුන්තකුගේ සියාසි නොත ඒ අලයකයිත ගොළුන්තකුග තෙරේග ඉස්ලාම් දීනුගේ මතිර අසාස්ත නොත මොඩරේට් උසූල්ත ගායම ෆෙබේ ඉස්ලාම් දීනුගේ එම්මෙ මතිර ෆස් මක්සදුගේ අලීග මිකන්තත දිව රාජ්‍යයේ වර රංගල හිඟම වන්න නමූනා ඉස්ලාමී කවමේ ගොතුක ෆහක් කරන්ජේ इस्लाम दीन को मकासद तक बदार गए इस्लाम दीन रक्का तेरे कुरमा मी होंगे फुरान रक्का तेरे कुरमा मी होंगे बुद्धि रक्का तेरे कुरमा मी होंगे मुदा रक्का तेरे कुरमा मी होंगे नसब रक्का तेरे को आदि हिमायत करूँ हिमेने मी उसूल तक दिवे राज्य कानूनी आदि इज्तिमाई आदि बैन अक़वामी गुणों के तेरे स्वनि हिमायत करे मेदुमिंग मी लफ्ज़ के माने अगर बदल यार राज्य का आम गोतिग मी मेदुमिने बुनी में वारा नुबे माने देहाने ऐ इस्लाम दिन को बाइक कंका मंग इमाम फाने बैक अंत दो कोल्लों कहा गोतक बाइम में हुमान करे अदि इस्लामी शरीयत को होरे मतिर हुकुम तक का हंगुराम कुरुमट्ट का मेदुमिंग उसूल था बेनु करे फे भोरी दिवे राज्य के तारीख बलायरुगा अदि हम गुरुवानु के बाय आयत बेनु को गें अनेब्बे आयत के हुकुम तातील कुरुमट्ट का मी मेदुमिंग बेनु करे फे भोरी दिवे राज्य के मेदुमिंग मी फिकुर के गोतुक उफदिफा तारीख बलायरुगा एक तफसील अलगो दाक नथिंग है ना बस मिगे असलो हकीकत आवना बदलायार गए अकीदा के गोतुन्ना सुलूक हो गया मुआमला अखलाक रीवेति गोतुग हिफुं वसतियत एक एम फुरिहम मान अलगोन में कुरायरुगा उर्वानुगस बयान कुरवा फाफदा ए एम हेव गोय एम सुलूकी गोतुम वस अखलाक गोतुम वस मुआमला तो गस एम हेव गोतुग हिफुं ए हकीकत में दुमिंग एक असलो मुराद की मेदुमिन बेन करो एहम मिहुंग हग्गुतक इतिराफ वस एयं इहतिराम करुम वस आदि ए मादियत रूहानियत एक्कुगें गिंदियुं एम गुरवानुगस मेनने देतो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना दुनिया का सेवकं आखिरत के सेवकं एम बय वदई फलसफा तक मजहब तो के बोरे नी समावी बय दीन तो हो गए सेवर हमें के रूहानी कंत तक
බල දීන්ත එබොරේ හැම එකනි මාධ්‍යත බල වදවි ෆල්සෆත එබොරේ එහෙනම් ඉස්ලාම් දීනුග මෙවන්නනි මාධ්‍යත රූහානෙත් එක්කුරේෆා ආදේ දීනි කන්තතෝග හද්දුෆානාලා නුදියුම් වෙසයි වසතියත් නොත ඒ මෙදුමින් උසූල් ගොතුග නෙගිදාන එහෙනම් මෙසයි ඉස්ලාම් දීනු අංගවාෆා ගොතෙක්ගේ හිෆුන් එයි හද්දුම් ෆෙනලුන් කමුග නුබුනේ වේනේ ඒක නොබෑ ගොතක ඒ බේන නුකුරහයිද ආදේ දිවහ රාජ්‍යයේ حالة بلياروغ مدومين أصول تا ديو راجع ورا رنگلا آيام كوريفة بوري الله سبحانه وتعالى كلانج ذات فل كلانج صفة كوروا فادين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة كوروا فادين قبول كورون ديو رايتون قبول كوريغوي أدي صح دليلكم منوي ديو رايتون دينو كانت تقبول نكوري أدي ألوكان كورموغس دينو غانغافا غوتا خلاف ديو راجع ألوكام نكوري adi islam dinu kandalifawa jihad ei kandalifonna magun usuluge terrain nongotaka nukureven kamek gotuga divehin deke adi buddhiga hamataka vura boda allah ga wahi iskora be divehi rayitonna kiyai adi mihun takfir kurma adi mihun tabdi' kurun wata bidwir kurun ei islam dinu ga asultaka khilaf ekan kurun wata efada aadata divehi rajyega enne divehi rayitonna ki efada kankama wara dekolbe divehi rajyega evves sarahadega gaburenne mi alukon kore duniyage bahe engawmta ko eggota divehi rajyege muamalata akhlaquga wasatiyat nuat islam dinuge rangalu goy qaima fay gotuga macca muarrikhum bas vidale fe bori divirajya ganoni hayata balayaruga divirajya emme furtama qanun asasi ekulawa lewun irugaves islam din wara boda ganonu gani himaya kurefa egutum islam din e dive dawlatuge din kama dina khilaf ganonu ta rajyaga nuhedena kama migutum qanuni hayatuge islam din wara warugade rakkatir ko demehettifone divirajya ಫರ್ದುಂಗ ಹಗ್ಗುತ ಮುಜ್ತಮಗ ಹಗ್ಗುತ ಗಾನೋನ ಅಸಾಸಿಗೆ ವರಂಗಳ ರಕ್ಕಾತೆರ ಕೊ ದಮಹಟ್ಟ ಫಾನಿ ಮಿಗುತು ಜಾಲು ತವಗ ತಿಬೆ ಮಿউನ್ನಸ್ ಅನಿಯಾ ಕುರುನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮನಾಕಮೆಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತು ಅದಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿ ಗೇಕ ಕೋಟುಗೆ ಇಜುನೆನ್ನೆತಿ ನೋದೆವೆನ್ ಮಿಫದ ಗೊತಕ ಅದಿ ಸುನ್ನ ಜಮಾತುಗೆ ಮಿಹುನ್ನ ನೂನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ವೆರಿಕಂ ಕುರುಮುಗೆ ಮಕಾಮ್ ತವೆಸ ಅದ ನುಕುರವೆ ಗೊತ ಕಾನೂನು ಕಂಡೆಲಿಫೋನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಬಲಾರುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗ ಅಸ್ಲುತ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಮಾನಕೊಫ ಒನ್ನನಿ इस्लाम दिन असलुता ये कुराना सुन्नता अदि मिद्दे दलील मिद्दे असलु नगे दलील तकमा शरिया मानको फोननी कानून असासीग ए जिनाई मदनी अदि अहवाल शख्सिया हुकुम तकमुगा एमे इज्तिमाई हयातुगे राज्य इस्लाम दिनुगे मेदुमिन कायम कुरवा फेबे वररंगला एगे तेरे अंगेनुन खासको मुज्तमग वरम मातिर मकामे दिवे राज्यगे देई फोतुंगे दिवे राज्य इस्लामी कौम तोग मेदुग ओन्न एरुगे वर बोड नमूना गवमेगे गोतुग राज्य बया गन्नन जे सबबेक्कम अलगुन देकेनी बैन अक़वामी गुणुंतवगे दिवराज्यवानी इस्लाम दिनु गवा रंगल को गाम को गैर मुस्लिमुन नास गुणुं गाम को सफारत नोत एम्बसी तक काम कुरवाफ एमे मीन अलगुन में देहवनी इस्लामी गाम तो गए वर मेदु गए वर नमूना रंगल गामेक्कं दिवराज्य की अलगुन एदेने मिफद बद्दलुन तक गिनगिना बेवुं अदि मिफद बद्दलुन तकुन दिवराज्य के एमे रईतुन नास फायदा कुरान इराद करवियाम शुक्रान أنا أحببت أن يتحدث باللغة العربية كلامه ما شاء الله جميل جدا مختصرا هو يعني حالة المالديف بالنسبة للوسطية ولكن هو كلم أنا ما أدري يعني باللغة المالديفية طيب الآن أعطي الفرصة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الزاحم سعودي الجنسية الوظيفة أستاذ الفقه بكل الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المؤهلات العلمية دكتورة ماجستير كلها من الجامعة الإسلامية وفيه موضوعات الإنتاج العلمي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه آثار تطبيق الشريعة في منع الجريمة كتاب الشام للإمام عبد السيد صباغ اجتناب الحافة في إثبات النسب بالقافة إرشاد الحيران في أحكام استمتاع الزوجين في رمضان إرث الزوجة في الشريعة الإسلامية له مشاركات في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية فليتفضل مشكورا لعرض الوقت 8 دقائق أيوة بعد كده نعم بس سؤال واحد احنا نجيب مع الدكتور يجيب بعدين نروح الى الصلاة ان شاء الله. هل انتم موافقون؟ تفضل. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وبكتابه متمسكين
ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مقتفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان ليعبده حتى يأتيه اليقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه ربه على العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما للمملكة العربية السعودية من مكانة في قلوب المسلمين، حيث تحتضن أراضيها الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومهاجر سيد البشر عليه الصلاة والسلام، كان واجبا عليها لزوم كتاب الله وسنة رسوله في نظامها وحكمها وتطبيقهما في كل شؤونها. فللمملكة العربية السعودية جهود مشكورة في تعاملاتها الإسلامية ومعاملاتها الاقتصادية بادية للعيان لا ينكرها إلا مكابر أو معاند. والبحث تطرق لكثير من النقاط، سأقتصر على الجزء الاقتصادي منها فقط نظرا لضيق الوقت، وإلا فمن العقوق ألا أوفي هذا الحق ما فيه من معلومات كثيرة. فالجانب الاقتصادي للوقوف عليه نحتاج للوقوف على تعاليم الإسلام في هذا الجانب، حيث أن الاقتصاد هو عصب الحياة، وبه يقوم التبادل المنفعي بين الناس أفرادا وجماعات ودولا ومنظمات، وتهدف كل جماعة أو منظمة أو نظام اجتماعي أو اقتصادي إلى تحقيق المصلحة بجلب النفع ودفع الضرر، ولكن المصلحة قد تكون خاصة أو عامة وقد تتعارضان. فالنظام الرأسمالي يجعل الفرد هدفه ويهتم بمصلحته أولا ويقدمه على المجتمع، والعكس في ذلك مع النظام الاشتراكي الذي يجعل مصلحة المجتمع أولا ويقدمه على الفرد. وينفرد الإسلام بسياسة اقتصادية متزنة متميزة لا ترتكز أساسا على الفرد ولا على المجتمع، وإنما قوامها التوفيق والموائمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وهذا ما يعبر عنه بسياسة الوسط، أخذ من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والمقصود بالوسطية الاعتدال والملائمة، وليست وسطية حسابية مطلقة، بل هي وسطية اجتماعية نسبية تعني الاعتدال، وهو سمة الإسلام وأسلوبه في كافة نواحي الحياة، ولا يمكن أن يوضع في قالب جامد أو صيغة محددة، ولكنه أمر اعتباري يختلف باختلاف الزمان والمكان. ومما يدعو للعجب أن يدرك غير المسلمين أهمية الاقتصاد الإسلامي ويغفل عنه المسلمون، والبحث عن حل لمشكلاتهم الاقتصادية في النظم الوضعية. يقول المستشرق الفرنسي ريموند شارل إن الإسلام رسم طريقا متميزا للتقدم، فهو مجال الإنتاج يمجد العمل ويحرم كافة صور الاستغلال. وفي كتاب الإسلام في مواجهة النمو الاقتصادي لجاك أوستري يقول إن طريق الإنماء الاقتصادي ليس مقصورا في المذهبين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح، وهو المذهب الاقتصادي الإسلامي. إن هذا المذهب سيسود العالم لأنه أسلوب كامل للحياة. وميدان النشاط الاقتصادي فصيح في ظل الإسلام، ولا قيود على حرية النشاط الاقتصادي إلا قيد الإباحة. يقول المولى سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يعني أن كل نشاط اقتصادي مشروع في ظل الإسلام إلا إذا ورد نص بتحريمه، وأن الإسلام قد فتح آفاقا واسعة للنشاط الاقتصادي، وأن يبذل الإنسان ما وهبه الله من الطاقة والمواهب والإمكانات ليغترف من نعم الله وطيباته التي لا تحصى ولا تعد.
وأن يختار من أوجه النشاط الاقتصادي ما يتلائم مع دينه وقيمه الأخلاقية ليتحقق الرخاء والرفاهية لأمة الإسلام قاطبة. لذا اتخذت المملكة من المنهجية الوسطية في الجانب الاقتصادي طريقا مقبولا ومطلوبا، أثبتت الأحداث وأبانت التجربة والخبرة التاريخية والحياتية لمسيرة الأمم والأجيال عبر القرون المتطاولة ضرورة طرحها واعتمادها لمواجهة المشكلات والأزمات التي تتعرض لها الأنظمة والمجتمعات ما بين الفينة والأخرى. وبذلك أصبحت جهود المملكة العربية السعودية في النواحي الاقتصادية نموذجا لنجاح المجالات التي تدور في فلك الاقتصاد لاتسامها بالوسطية وعدم الجنوح للمعسكر الشرقي أو الغربي في تطبيق نظرياته الوضعية، بل لقيامه ببناء لبنته الاقتصادية على قواعد التشريع الإسلامي الوسطي في النواحي الاقتصادية. هذا وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الزاحم على تقيده بالوقت وعرضه الشيق. والآن أعطي الفرصة لمعالي الأستاذ الدكتور أحمد زياد باكر ليجيب على سؤال وردنا وما عندنا غير هذا السؤال. تفضل. بعد هذا استنى شوية. بعد هذا إن شاء الله نرفع الجلسة لنروح نصلي ثم نعود إن شاء الله تعالى الساعة 12:45 وتبدأ الجلسة ويرسل الجلسة معالي الأستاذ الدكتور محمد سعيد عري الوزير السابق ونائب. طيب تفضل. مي سؤالك أنا ملاك بيكلون نجي مدوغا وفي دفاع خيال تفاهم كي كباتو. دعي مي مشهور واحد أي أنا حديث وقتها صح رواية أي ستيك ميه مرادي مسألة mi fortama nodi hanu mi humara fa as mi angani mi kay koshaka tauba inete ema de faida mi king ibadas lo faida ki ana mi ilmu ne mi hun dino kankam ko wa kono dekko ema nodi hanu mi hun marada fa ama mi buroni kale ka tauba inete ema ma hisabun sateka mi hun hamakolli ema den asil mere kami sual kurani timanna mi sateka mi maraya timanna tauba ebenge muni angani mi timba ti ule bimakiti gos mi hungule taneke ehem bimaka dash den ediya magomati gaena mi marwani den ega in hisabu de malaka bekon de medu khiyal tafatu ragalo mi hungule sarhadu to no to no ba mi hungule sarhadu to den fahon timana bekado podagen eno sarhadu ragalo mi sarhadu kam badafa ena ki ragalo mi tawbabe sodi mi gitere gemene gendi arbitration اي مشروع حقين حديث صح روايه نعم حديث هذا. طيب شكرا. من هنا نرفع الجلسة للصلاة ثم نعود إن شاء الله الساعة 1:45. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة المنورة التي تقوم بعقد هذه الندوة المباركة في جمهورية المالديف، ولا يسعني قبل الخوض في البحوث أو عرض البحوث أن نقدم آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على موافقته هذه الندوة لعقد هذه الندوة في جمهورية المالديف، وأشكر الجامعة على تعاونها بالمؤسسات الإسلامية في جمهورية المالديف، وتلك الجامعة العريقة التي خريجوها انتشروا شرقا وغربا رافعين راية الإسلام ولنصرة قضايا الأمة الإسلامية. أيها الإخوة الحضور، إن شاء الله في هذه الجلسة سيتحدث إليكم عدد من الباحثين والعلماء الأجلاء، ومنهم الدكتور خالد بن قاسم الردادي والأستاذ إسحاق محمد وكذلك الدكتور أحمد بن علي السديس. فليبدأ أولا الدكتور خالد بن قاسم الردادي، وهو وكيل عماد الشؤون المكتبات وأستاذ الحديث المساعد في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
أما مؤهلاته العلمية بكالوريوس من كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وماجستير في فقه السنة من كلية الحديث كذلك، وله إنتاجات علمية كثيرة منها التعليق الممتع على القواعد الأربع: حال السلف في شهر رمضان، والأصل في الناس، الجهالة لا العدالة، وغيرها كثير. والآن أترك الفرصة للدكتور خالد، فأرجو من الدكتور خالد الاهتمام بالوقت والتقيد بالوقت، وإلا حذرناك، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي المشاركة في هذه الندوة العلمية المباركة بورقة عمل حول محور جهود المملكة العربية السعودية في تطبيق ونشر منهج الوسطية والاعتدال في التربية والتعليم والإعلام. إن الإسلام يوافق الفطرة الإنسانية السليمة، فهو يدعو إلى التوازن والاعتدال والتسامح. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد تقدم الإشارة إلى معنى الوسطية من حيث اللغة وكذلك من حيث الاصطلاح. وبالجملة فالوسطية تمثل الاعتدال والتوازن والبعد عن التشدد والتهاون، وهذا المنهج نابع من فهم الإسلام فهما صحيحا كما ارتضاه لنا الله تبارك وتعالى وبلغه لنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن أمتنا هي أمة وسط في منهجها وفي سلوكها، والوسطية هي الأساس الرشيد الذي يحمي المجتمعات من الغلو والتطرف، كما أنها المنهج القويم الذي سار عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن المملكة العربية السعودية قامت على مبدأ الوسطية منهجا وممارسة، شهد بذلك لها القاصي والداني منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، انطلاقا من أصول الدين الإسلامي الذي يحث على أهمية الاعتدال والوسطية وينبذ الغلو والتطرف. ونحن مطالبون بالالتزام بهذا المنهج الإسلامي القويم. وإن المملكة العربية السعودية لها دور رائد في تبني ونشر منهج الوسطية، وتعد النموذج الأمثل في تحقيقه، خاصة في التربية والتعليم والإعلام. وهذا ما تم إبرازه والإشارة والحديث عنه في هذه الورقة. وتتلخص فكرة ورقة العمل وهذا البحث في رصد لأهم الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في تطبيق ونشر منهج الوسطية في التربية والتعليم والإعلام. وينطلق هذا البحث من الأهداف التالية: أولاً، المساهمة في تحقيق الأهداف العامة للندوة. ثانياً، التأكيد على بيان الجهود المبذولة في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال. ثالثاً، بيان مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال. رابعاً، رصد لأهم الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في تطبيق ونشر منهج الوسطية والاعتدال في التربية والتعليم والإعلام. وقد جاء هذا البحث في المحاور التالية ووفق الرؤية الآتية: مقدمة تضمنت أهمية ورقة العمل
وعناصر ورقة العمل التي أشير إليها. ثم المبحث الأول: وسطية المملكة في مجال التربية والتعليم. وقد ذكرت طرفا من ذلك في وسطية المملكة في مناهج التعليم وفي التربية وتنشئة الأجيال والعناية بهم من حيث المقررات والكتب الدراسية، فهي خاضعة لمنهج قائم على دراسات علمية رصينة، وأجريت عليه دراسات كثيرة، وهو منهج قائم على الوسطية والاعتدال. وقد كتبت دراسات متخصصة في ذلك تبين منهج أو المسلك الذي سلكته المملكة العربية السعودية في تعليمها، والمناهج التي وضعت في مجال التعليم وتدريس ونحو ذلك. والمبحث الثاني: جهود المملكة في نشر ثقافة الوسطية في مناهجها ومقرراتها. فالمقررات قائمة على منهج الوسطية، وسطية منهج أهل السنة والجماعة، بعيدة عن الغلو والتطرف والأفكار المنحرفة، ومقيدة بفهم السلف الصالح، ومقيدة كذلك بلزوم السنة. وهذا ما قامت عليه هذه المقررات، فهي مقررات رصينة تقوم وفق دراسات علمية ومشاريع تبحث دائما في كل ما يسهم في الرقي بمستوى التعليم ومناهج التعليم. ثم المبحث الثالث: وجاء الحديث فيه عن وسطية المملكة في مجال الإعلام. وهذا باب واسع، فإن المملكة العربية السعودية سلكت مسلكا حسنا في مجال الإعلام، فقامت بإنشاء قنوات متخصصة تعنى بنقل ما يهم المسلمين في أقطار الأرض وأصقاع البلاد، وكذلك أيضا إعداد كثير من البرامج المتخصصة في نشر ثقافة الوسطية، وما ينور الناس ويدلهم ويرشدهم إلى كل ما فيه خير، بعيدا عن التطرف وأفكار الغلو والانحراف. ثم خلصت بعد ذلك إلى أهم النتائج والتوصيات والمقترحات، وأحبها هنا أن أذكر أهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي جاءت في الورقة، وهي كما يأتي: أولا، الوسطية ضرورة حتمية ومطلب شرعي، وفي تطبيقها حفظ لمكتسبات الأمة. ثانيا، إن الوسطية ليست محصورة في جزئية من الجزئيات ولا في ركن من الأركان، وإنما هي منهج متكامل شامل لا ينفصل بعضه عن بعض، فالإسلام هو الوسطية. ثالثا، تكرار مثل هذه الندوات التي تحمل التحفيز الكبير للباحثين في إعداد الدراسات العلمية الجادة في مجال نشر ودعم منهج الوسطية والاعتدال. رابعا، إقامة ورش عمل بين الجامعات والمراكز الثقافية في المملكة وجزر المالديف لتبادل الخبرات والتجارب. خامسا، التركيز على توظيف وسائل الإعلام الإسلامية والعربية الناطقة باللغات الأجنبية لأهمية دورها في نشر الوسطية. سادسا، إقامة معرض مصاحب للندوة لعرض المنجزات والجهود المبذولة في تحقيق منهج الوسطية والاعتدال في كافة المجالات. سابعا، التأكيد على ضرورة إنشاء قناة فضائية لنشر فكر الوسطية وبلغات عالمية. وأخيرا، ضرورة إنشاء مركز ترجمة عالمي لنشر كافة المطبوعات المرتبطة بمفهوم الوسطية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم دكتور خالد على هذا البحث القيم. والآن سيلقي البحث من طرف الأستاذ الشيخ محمد رشيد إبراهيم. والشيخ محمد رشيد إبراهيم هو وزير العدل والشؤون الإسلامية الأسبق ومحاضر في عدة كليات إسلامية، وحصل على الإجازة العالية الليسنس من جامعة الأزهر الشريف، والماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون، دبلوم عام التربية من كلية التربية بجامعة الأزهر الشريف، وهو طبعا شيخنا جميعا وأستاذنا جميعا، وشغل عدة مناصب كثيرة والوقت لا يكفي لذكرها لأنها كثيرة جدا. وهو حاليا مستشار لمعالي وزير الشؤون الإسلامية حاليا، ونعطي له الفرصة ليلقي البحث، فليتفضل مشكورا. وأرجو من معالي الشيخ الاهتمام بالوقت والتقيد بالوقت وإلا أوقفناك بالقوة، فليتفضل مشكورا. الوقت أنت ما بينت لي. الوقت هو ما بين 5 دقائق و10 دقائق. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي رئيس الجلسة، أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بعد ذي بدء أن نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم إلى فخامة الرئيس عبد الله يامين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف حفظه الله ورعاه، لما يوليه فخامته من عناية فائقة، ولما يبذله من جهود عظيمة لتوعية شعب المالديف المسلم ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية، وإبعاده عن منهج الإفراط والتفريط المعوج في أمور الدين القويم، متمسكا بالعقيدة الصحيحة التي لا تخالطها خرافات ولا خزعبلات، منفذا في حياته شريعة الإسلام الوضاءة التي فيها اليسر والوسط والسهولة ورفع الحرج والسماحة. كما يسرني أن نتقدم بعظيم الشكر والامتنان والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأيده ونصره، لما يقوم به جلالته من أعمال خيرة لتقوية العلاقة الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، من ضمنها إقامة هذه الندوة المفيدة بموافقة سامية كريمة من جلالته حفظه الله، ممثلة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتكرم جلالته أيده الله بإفادة كوكبة من علماء المملكة الأجلاء للمشاركة والمساهمة الفاعلة في هذه الندوة المفيدة التي تقام بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف. كما يسرني في هذه العجالة أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى الجامعة الإسلامية العريقة بالمدينة المنورة ومديرها الفاضل وعلمائها الأفاضل ومسؤوليها المحترمين، لما يقومون به من جهد مشكور لنشر الفضيلة والوسطية في أوساط المسلمين في أرجاء العالم، فجزاهم الله وجزاكم خير الجزاء. ملخص الملخص. تفضل. لقد اختار الشعب المالديفي منذ أكثر من 880 عاما الدين الإسلامي منهجا لحياته، لكونه الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل جلاله أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكون شريعته توافق ما اقتضاه التطور العقلي والعلمي للإنسان وتصلح لكل زمان ومكان، وإنها هي الشريعة المقبولة عند الله ولا يقبل غيرها. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن فضل الله سبحانه وتعالى
أن جعل الشريعة الإسلامية شريعة سهلة وسطا في العقيدة، وسطا في العمل، وسطا في المعاملة، وسطا في الخلق، وهذا واضح بين في كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق عليه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي الشيخ محمد رشيد إبراهيم على هذا البحث القيم، وكذلك على اهتمامه بالوقت. بارك الله فيه وشكرا لك، جزاكم الله خيرا. والآن سنعطي الفرصة للأستاذ الشيخ إسحاق محمد ليلقي البحث. والأستاذ إسحاق محمد هو محاضر بالجامعة الإسلامية بالمالديف، وهو تخرج من كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والآن يحضر الدكتوراه من الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد. فليتفضل مشكورا، وأرجو كذلك الاهتمام بالوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي في البداية أن أقدم خالص الشكر من أعماق قلبي إلى حكومة المملكة العربية السعودية وإلى الجامعة الإسلامية، وإن شاء الله أود كما هو زملائي قدموا بحوثهم باللغة المالديفية، وأقدم إن شاء الله ترجمة موجزة باللغة العربية كذلك إن شاء الله. إن شاء الله. في الحقيقة موضوعي أبرز ملامح الوسطية في المعاملات لدى أهل المالديف. كلمة المعاملة هي كلمة جامعة شاملة، يعني تدخل تحت هذه الكلمة شتى العلاقات التي تربط الإنسان بغيره، كذلك مع نفسه، كذلك مع ربه. لكنني أقتصر الحديث حول المعاملات، معاملات المالديفيين عموما مع الناس. في الحقيقة حسن المعاشرة والمجاورة هذا مما تميز به أهل هذه الجزر، ولا شك أن حسن المعاملة من الوسائل التي استطاع به أهل هذه الجزر كسب مودة الناس، وغدا بذلك أكثر قبولا وجاذبية لدى من يأتي إليه من الخارج، وذلك بسبب احترام أهل الجزر واهتمامهم لمن يأتي إليهم من الخارج، وبسبب تواضعهم من الآخرين. ومن الدلائل الواضحة على ذلك وجود الهجرات البشرية، وقد وجدت الهجرات البشرية إلى جزر المالديف خلال أزمنة مختلفة كان لها أثر كبير على التركيب العرقي للشعب المالديفي. وكذلك كانت المالديف مركزا للتجار المسلمين، ونظام التعامل في الحقيقة لدى المالديفيين اتسم بالمعاملة الودية اللطيفة تجاه الزوار، والتي يتفق مع تعاليم الإسلام. وقد وصف ابن بطوطة شعب المالديف بقوله: وهذه الجزائر أهلها كلهم مسلمون ذو ديانة وصلاح. ومن مجالات التي يبرز مظاهر التعامل لدى المالديفيين مجال السياحة. يعتمد النشاط السياحي في المالديف كمصدر أساسي للاقتصاد، وأهم المظاهر من الناحية السياحية إبقاء على نظافة المالديف، سواء النظافة الشخصية للشعب أو النظافة العامة للبلاد، حيث أصبحت ميزة من الميزات السياحية للمالديف. وكما توارث عادة الترحيب بالقادمين، حيث كان يزور الجزر أناس من مختلف الجنسيات والبلاد، وبفضل هذه العادة كان تحول المالديف إلى الإسلام على يد الشيخ أبو البركات يوسف البربري الذي قدم إلى المالديف من بلاد المغرب، وكما حظي ابن بطوطة بالحفاوة والترحيب منذ أن وطئت قدماه إلى أرض الجزر. وكذلك مما يتميز به أهل هذه الجزر البساطة والتيسير في الحياة،
وقد اتبع أهل المالديف البساطة والتيسير في الملبس والمطعم والمسكن وغير ذلك في نواحي الحياة، واتبع منهج الإسلام في التيسير في الزواج ومتطلباته، حتى كان تعدد الزواج من الأمور الشائعة في جزر المالديف، كما حافظت على مكانة المرأة في المجتمع المالديفي بأن حفظت لها مكانها وأقرت لها حقوقها المالية من ملكية خاصة وصداق وحق العمل وحق العلم وغير ذلك من الحقوق. يقول ابن بطوطة عن زوجته الأولى: وبلغ من حسن معاشرتها أنها كانت إذا تزوجت عليها تطيبني وتبخر أثوابي وهي ضاحكة لا يظهر عليها تغير. وكذلك من مظاهر الوسطية في المالديف الحرية بين الفرد والمجتمع. اختار أهل المالديف العقيدة الإسلامية عن قناعة تامة دون أن يكرهه شخص آخر، لأن الإسلام رفع الإكراه عن المرء في عقيدته، وأقر أن الفكر والاعتقاد لا بد أن يتسم بالحرية، وأن أي إجبار للإنسان أو تخويفه أو تهديده على اعتناق دين أو مذهب أو فكرة باطل مرفوض، لأنه لا يرسخ عقيدة في القلب ولا يثبتها في الضمير. تؤكد الدراسات التاريخية دخول الإسلام إلى جزر المالديف عن طريق الدعاة والتجار المسلمين من شبه الجزيرة العربية، وقد ساعدهم في تسهيل دخول الإسلام وجود المراكز العربية بالجزر. فمن الثابت أن عرب شبه الجزيرة قد انتشروا بسرعة كبيرة في أرجاء المحيط الهندي عقب ظهور الإسلام مباشرة، سواء للتجارة أو للتبشير للدين الجديد. وكان أول ظهور لهذه الجهود نشر الإسلام بالمالديف عام 58. حفاظا على حرية اختيار أهل المالديف للدين الإسلامي، ينص الدستور على أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا مسلمين، ولا يمكن لأي غير مسلم أن يصبح مواطنا بحسب المادة 9. وتنص المادة 2 على أن الجمهورية مؤسسة على مبادئ الإسلام، وتنص المادة 10 على أنه لن يطبق أي قانون ضد مبادئ الإسلام يمكن أن يطبق في البلاد. وتنص المادة 19 أن المواطنين أحرار في أن يشاركوا أو يمارسوا أي نشاط لم يتم تحريمه في الشريعة أو القانون. هذه في الحقيقة يعني أبرز ملامح الوسطية في المعاملات لدى المالديفيين. أود أن أترجم باللغة المالديفية هذه الملامح. دقيقتين. في الحقيقة دبيهن معاملة تقبلكم غاوانا دبيهن نكي إباميهن دفافة ميوا مدماتري كما أدي هم يهم إباميهن دفاف ميوا تواضع ويركم جسوب معاملة رانغلو بيج غتوغا واني دبيهن فاها كريفا ميكما ورب باور دليل تدبيه تاريخ لبين بهوري إيج تيريغا دبيه تاريخ لبين هوري مثال توغ تيريغا دبيه راجيا كي تفات تنتن هجرة كوري ميهم إكو إيجن وفدفاع قومه إهم فيما تناكن هجران أن بايكن إتنغا ولين فسيه هواني إتنغ معاملة رانغال ومو أدي هم يهم دبيه راجيا كي ويفاري ويرينغ مركز كفيفاواني ويفاري ويرينا كوري معاملة إتكوغا إباميهن تدوير كما أمانة إتري كما إكو كوري معاملة إتا أي حقيقة وجام إباميهن قبول لبين معاملاتك هم يهم دبيه راجيا كي ميهن زيارة كورا مهمان زيارة كورا نوتا تورست تناكا ويفاواني ميغوتا زيارة كوري مغتريغا دي وحراجي إسلام بفاواني ويس ميغوتا زيارة كوري فراتك أي مجا إهم فيما إفرايتك كوري معاملاتك حقيقة وجيام ديوهن ميهننا معاملة كور مغريوتي نمونا كمغا بغن غصفاوي ديوانا ديوهن معاملة توغتريغا هيمني إباميهن كي ديرولمغا ورا فسيها آداغ ديرولم أولي باي كمغاوون إيغ تريغا ديرولمغا عامو أدي خاصة كانت تقولي همني عائلي كانت تكا أدي هم يهم اقتصادي أدي اجتماعي كانت تفس همني دي بيهنج عام معاملات تقولي هم يهم دي بيهنج معاملات تقولي فاها كوري كانت تقولي همني دي بيهنج إباميهن اللي بفهميوا مينيوان كان حقيقة تقولي دي بيهن اللي بفهميوا مينيوان كماكي ورفس مهم مينيوان كمه مينيوان كماكي إباميهن مينيوان كم بناء فواني إنسانا إكو إنا مينيوم ممكن إنسانا إكو مينيوم منابه جمانة كي إنسانا إكو مينيوم واني إنا هريها هوا نفسه شهواني إدون تكون مينيوم وفاهم ميقولون هوا نفسه شهواني إدون تكون مينيوم وفاهم كسببون ديفهم ميواني فريها مينيوم بايك وفا أدي هم يهم توحيدك عقيدة قبول كرا إكو وانت بايك وفاواني مينيوم كان ركاتير كرمتكا ديفهن اللبفا ما مينيوم كان ركاتير كرمتكا قانوني بار ديفهن اللبفاوي ديفه راجيغا إهن إفس دين فعل نكره وين كمغا ديفه راجي قانون أساسي
bayan koffawe ehem wima mi miniwan kamaki haqiqat go wejiyam ebami hunge gaga ashagen fawa khalis sifai ei ebami hunge miniwan kan sifa kurei fawani emme mati femwarge miniwan kam gotuga ei ebami hun naki Allah subhanahu wa ta'ala ebami hun levvi haqiqi maqsad wa tanawasuma de miniwan kam fiyawa ehin evves miniwan kamaka ebami hun naki tandene bayennun ehma miniwan kama miniwan kan demehettuma adihama ehme kuriyan annan oy jirtaka miniwan kan ebami hun rakkatiriko for ko dinmaki ebami hun bolga elfawa masuliyate wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أشكر أخي الأستاذ إسحاق محمد على هذا البحث القيم. والآن الكلمة لفضيلة الدكتور أحمد بن علي السديس. الأستاذ الدكتور أحمد بن علي هو أستاذ كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله إنتاجات علمية كثيرة، منها المشاركة في عدد من المؤتمرات، وكذلك إلقاء عدد من المحاضرات الشرعية، وإقامة عدد من الدورات العلمية، والمشاركة ببرامج إذاعية في إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. وهو سيتحدث إلينا عن موضوع جهود المملكة العربية السعودية في تطبيق ونشر منهج الوسطية والاعتدال في الحوار الحضاري والعلاقات الإنسانية. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عنوان هذا البحث جهود المملكة العربية السعودية في تطبيق ونشر منهج الوسطية والاعتدال في الحوار الحضاري والعلاقات الإنسانية. وفي هذا البحث تناولت جهود بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية في تطبيق هذه الشعيرة العظيمة، مبرزا أهم جوانب تطبيقاتها الداخلية والخارجية، وما يعود على المجتمع الإسلامي جراء تطبيقها والتمسك بها. وقسمت هذا البحث وفق ما يقتضيه إلى تمهيد، وفيه 3 مباحث. المبحث الأول تحرير مفهوم الوسطية، تناولت فيه تعريف الوسطية مع التنبيه على أن الوسطية لا يكفي في وصفها أن تكون بين طرفين فقط، بل لا بد أن تكون محمودة في أصلها. والمبحث الثاني الوسطية في الكتاب والسنة ومنهج السلف، وجاء فيه ذكر جملة من النصوص الشرعية والآثار المروية عن سلف الأمة. والمبحث الثالث الوسطية حقيقة إسلامية وضرورة إنسانية، وفيه تنبيه على أهمية تطبيق الوسطية في كل شؤون الحياة، وليس تطبيق الوسطية مقتصرا على جانب العبادات والسلوك فقط. ثم جاء البحث في فصلين. الفصل الأول منهج المملكة العربية السعودية في تطبيق الوسطية في الشأن المحلي، وفيه مبحثان. المبحث الأول العناية بالقرآن الكريم تعلما وتعليما باعتباره مصدرا للوسطية واستنباط مقاصدها من دلالاته الشريفة. والمبحث الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومناسبة إدخاله في هذا الفصل أن بيان الوسطية لا بد أن يتحقق فيها الخيرية، وهذه الصفة قد وصف الله تعالى بها الأمة إذا التزمت بتلك الفريضة العظيمة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والثاني أن تلك الفريضة العظيمة هي التي توازن بين حقوق الفرد والمجتمع، فتحمي المجتمع من الانحلال الديني والأخلاقي مع كفالتها لحرية الفرد فيما لا يضر المسلمين أو يشيع المنكرات بينهم. ثم جاء بعد ذلك الفصل الثاني، وفيه جهود المملكة العربية السعودية في نشر الوسطية إسلاميا وعالميا، وفيه 3 مباحث. المبحث الأول جهود رابطة العالم الإسلامي، وذكرت فيه جملة من آثارها المباركة في نشر هذه الحقيقة في مقاصدها وأهدافها. والمبحث الثاني الحوار مع أتباع الأديان الأخرى وأثر ذلك في نشر الوسطية، وفيه إشارة إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله إلى ذلك. والمبحث الثالث وفيه جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة صوره، ويمثل موقف المملكة العربية السعودية عين الموقف الشرعي من الإرهاب بكافة صوره، وذلك ضمن منهجية وقائية
وتنظيمات علاجية عقابية لمكافحة الإرهاب. والنظام الإسلامي يعد أقدم نظام ديني يتضمن أنظمة وقوانين لمواجهة جميع أشكال الإرهاب والجرائم المنظمة. ثم ختمت البحث ببعض النتائج والتوصيات، منها أن الوسطية حقيقة راسخة من حقائق الدين الإسلامي. غياب الوسطية نظريا وتطبيقيا عن واقع الأمة الإسلامية أحد أهم أسباب ما تعانيه من أزمات طاحنة. الوسطية منهج إسلامي أصيل منذ بزوغ فجر الإسلام. يولي ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها إلى اليوم اهتماما كبيرا لتحويل الوسطية إلى منهج عملي ومؤسسي. تعمل المملكة على محاربة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما من أي طرف كان. وبعض التوصيات: تربية النشء المسلم على حفظ القرآن الكريم والتخلق بأخلاقه وآدابه، وهو ما يعود عليه بالانضباط الفكري، وهو ما نراه واضحا بحمد الله تعالى في كثير من مخرجات التعليم في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية. من التوصيات كذلك إفراد بعض بنود المقررات في المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي لتدريس وسطية الدين الإسلامي والتعريف بذلك، وإقامة الدلائل الشرعية والعملية عليها، والتواصل مع غير المسلمين على كافة المستويات وتعريفهم بحقائق الإسلام، ومن ضمنها وسطيته المنقذة لهذا العالم مما يعانيه من تخبط واضطراب. وفي ختام هذه الورقة أشكر السادة الحضور ومعالي رئيس الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الدكتور أحمد بن علي السديس على هذا البحث القيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعطي الفرصة الآن للإخوة الحضور للمداخلة والأسئلة. عددين أول من فرصة مياروالني بس بيفلك كومنت نوت سؤال أي بيفلك نما سؤال هو شلوفوما نوت كومنت كوريفوما ديوه بهم مسمى رانغلو كومنت كوريفوما ألقون ما يجي ترجمة بيفلك ناروا دينا أدي سؤال كوريفونيامس ديوه بهم سؤال كوريفي سمى رانغلو ألقون ما سؤال كي ترجمة بيفلك إيراد كوريفيام أروا دينا هم بيما بيهاس كوركو سؤال كوريفون إدين إدين وقتو كي بينهم وقتو كيفما دي كومنت كوروايرو كيس كوركو جندون إدين. نعطي الفرصة للإخوة للتعليق أو مداخلة، فمن كانت لديه أسئلة فليتفضل مشكورا. دكتور في شيء؟ تفضل دكتور سليمان. هذا أستاذك سؤال كروفني ميهار ميديا جنوات إنترنت ج كانتا ميوك جوتون كهينن هي مدومين وصول تالون ما هي فهتاني نتورك تريجا ميورا مهم سؤالك كان أرجو من الدكتور خالد أن يجيب على هذا السؤال. لا شك أن الإعلام له دور كبير في نشر ثقافة الوسطية، خاصة وأن العالم الآن يموج بكثرة الفتن وانتشار الأفكار المنحرفة والمضادة لفكر الوسطية تماما. والإعلام له جهود لا زالت تمشي بطيئة، مع أن بعض الجهود جيدة، لكن لتوسع وسائل الإعلام والتواصل الآن أصبح دعاة الباطل والأفكار المنحرفة ينشرون باطلهم بسرعة، خاصة لدى الناشئة، فينشرون هذه الأباطيل. لذلك يجب أن تكون هناك قنوات متخصصة سواء في الإعلام المباشر أو في وسائل التواصل ونحوها تتصدى لمثل هذه الأفكار وتنشر منهج الوسطية والفكر القويم ومذهب أهل السنة والجماعة، والرد على كثير من الشبهات والأمور التي يبني عليها هؤلاء مذهبهم الباطل وفكرهم المنحرف من الغلو والتطرف ومحاولة نشره بين فئام من الناس. لذلك يتعين ها هنا أن هذه الوسائل لا تترك هكذا، ولله الحمد
قد بذلت جهود طيبة، لكن نطمع في أن تكون هذه الجهود أكثر وأكثر من حيث التصدي لمثل هذه الأفكار المنافية للوسطية، سواء عن طريق شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الأخرى المنتشرة اليوم أو البث المباشر ونحوه، والله الموفق. نعم. دكتور خالد واهك خلاصة تي بيفرنا أروانا دكتور خالد بيان كرفاغو تغويجيام مي زمانو مي خبر فرترا دي وسيلة تاكي حقيقة تغويجيام ايك ذات بلا فينما ميستكنن ام අවස්කොන් අදි එම්මෙ බොඩෙති අසර කුරුවා වසීලයිත ඒ වසීලයිත ඒගොත වෙෆාවනි හකීගත ගොජ්ජාම ඒ වසීලයිත උගා හිමෙනේ වර ෆන්නි බෑතකෙගේ සවබුන් එහෙම කුඩ වගුතු කොලෙගේ තෙරේගා ඒගෙන් ඒ දක්කාලදේ තෆාතු මන්සර් තහකි ඒ හෙදිෆාවා ෆන්නි ගොතුගේ සබබුන් ඒගේ අසර එම්මෙ බොඩක් කුරානේ වසීලයිත මිගොතුන් ඉස්ලාම් දීන අනුවත ඉස්ලාම් දීනුගා ගෙනස්තීෆාවා වසතියත ඛිලාෆ උෆෙදිෆාවේ වර බෑවර් වසීලෙත්ත මිසමානුගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වසීලෙත්ත අදි රේඩියෝ ටීවී කම් ගාවී නමස් අදි ඉන්ටර්නෙට් කම් ගාවී නමස් මේ වසීලෙත්තකුන් ඉස්ලාම් දීනා ඛිලාෆ ෆොනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් තක අදි හැම එහෙම්මෙ ඉස්ලාම් දීනා ඛිලාෆ ෆතුරා ෆිකුරු තක රද්දු දේනේ හැම එහෙම් වසීලෙත්තකේ ඔන්නන් ජෙහෙ ඉස්ලාමී ෆිකුරුගේ වසීලෙත්තකේ ඒ ඉස්ලාමී ෆිකුරුගේ වසීලෙත්තක වාන් ජෙහෙනේ රංගල ඉස්ලාම් දීනා ඛිලාෆ فكرة فترة فرايتك رد دبي فرايتك وانجهن هم ويما إسلام دينا خلاف اتفاق فكرة فترة دي وسيلة تنهوري فدان إبا جهة من زمانوغا إسلامي فكرة فترة دي وسيلة تبس أفدان هما هم وسيلة وانجهن مي بيان كرا فني باتن إكلوه وسيلة تاك وانجهن إسلام دينوغا فكرة فترة دي وسيلة تبس هما مي خلاصة اكي شكرا. سؤال كرو. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالت كومنت نام ويدالف كوريكندوال سؤالين مي محمد ابو بكر اغن ماغن گوت کمسکے کوری تعلیمی دائرہ کا ادی میہار ریٹے کوفا اغن دنوالم بینوں وا سوال کی میڈیا حکر دوگے حکر خطبہ کے حیوان صفحہ کا سادوان ಫೊಳವತು ಫಣರ ಸೋಳವಣ ಫೊಳವತ ಹಮೆ ಇಂಗದ ಒಣ್ಣನಿ ಮೊಳಿ ಕೌಣು ಲವ್ವಾಫಾ ಮಿವಣಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಖಿದ್ಮತು ಗೈ ಇನ್ಸಾನಾ ಲೆವ್ವಿ ಕೊಂ ಫರಾತೆಗೆ ಖಿದ್ಮತು ಕಾತೋಯ್ ಏನಾ ಹದ್ದವಾಫಾವಣಿ ರಹಮಾನು ಅಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ಖಿದ್ಮೈ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕೆ ಮಿತನಂಗ ಆಮ ಅಗೊಂಡೆ ಸುವಾಲೆಕಿ ದ ಮೀಗ ಕುರಿಂಗ್ ಅಗೊಂಡೆ ಅಡು ಹಾಫ್ ಒಣ್ಣನಿ ಅಳುಕಂ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕೆ ದೆಂಗ್ ಅಣಿಕ ಅಗೊಂಡೆನ ಮಿ අනේ කියවාදේ උස්තාදු මේදුගේ මේ මවුලුව ගුලේ ගොතුන් සුවාල් නොත කමෙන්ට් කුරියක් ගෙන්දුන් එදෙන් ති හුතුබාග වයින් එච්ච රංගල කුරවුම කමා බේ ෆරාතා වාක දක්කවන් කුරියක් ගෙන්දුන් රංගලවාන් කමල ගොන ෆෙන්නනි මේදුගේ මිහාර මි නදුවා නොත මේ සෙමිනා කුරිය මිදා මවුලුව බේ ගොතුන් මේ ඉස්ලාම් දිනුගේ මෙදුමින් උසූල් තක අදි මිතනුග කුරිය මිදිය බහුස්ගේ මච්ච සුවාල් කුරියක් ගෙන්දුන් එයි එම්ම රංගලුග එක්කමල ගොන ෆෙන්නා තිය වාක දන්නවා बिस्मिल्लाह अगर हम दाने वाले बेन में ऐसा मी ज़मानुगा मिहार इस्लाम दिन का एक ना देखोला में निकुन ना निकच्चे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दें मिकाल सिस्टम में गते रहेगा हर एक गिने बनाने ऐसा मी ह्यूमन राइट्स आ फ्रीडम ऑफ थॉट आ दें मी एक्सरसाइज ऑफ कला to exercise their own religion ekal elibe the islam vega islam ehawaran ekal algomge media takuna echen ehawaran eche fonowa iruga me algomena kan nulibe hama eya ekuga me kikata danwani medumenuge ekala kobato ege anakachake de hama efadan ekal meha terrorism kiya anakacha islam din gonna anakachatto terrorism ki ehem vejiya me kobato ege hane bayana ki hsn mubune devi kiyento mihun ane prosecute korane shukriya هي كانت تقول يعني أن هناك يعني بعض الكلام في الإعلام دائما كانوا يسمعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك موضوع الإرهاب مثل هذه الموضوعات فنحن علينا أن نجد فرصة أيضا في الإعلام لنتحدث عن ضد هذه الأمور مثلا عن وسطية الإسلام في مثل هذه الأمور حقوق الإنسان وكيف
الإسلام أعطى يعني الحرية والكرامة للإنسان، وأعطى له الفرصة يعني لأن يعتقد ما يعتقده يعني بمثل هذه الأمور. فكانت مداخلة من قبل الأخت نشيدة. شكرا لكم، بارك الله فيكم. أهم بفلق السؤال كومنت أوتيام. السلام عليكم. مي على سؤال كي مي دومينوكي مي سياسة كي بري قوم مي قوم كي هنا مي قوم كا مي هارو أنا ما قانون هذا ما جلي هوكا مي إسلام شريعة تايقوتا كانت كوربا مونجندا بني إنمس مي بيفلك كوربا كامي جسابابو بيفلكو واكي مدة نيجوتوغا مي كأجن كنا هاروان دين هاي كمسوان دين hifa tatanege banduko gengulumuge oti kongotetto islami sharia ade algon men hama mi mawdu fesmu konis dannawa fonnane mi mawduge comment koravuma sual koravumuga amas koravumani mihar mi mawdu koriyadda nuata mi seminar koriyadda imuge terege den hing parliament terege anuata enon tantag hinga kantattaka be gotum mitanaku jawaben neruwen mi maqam kamaka algon kannu fen ehme me fursat dayfoti mihar kuriyam mida seminar imuge tereng mita gushelon ki research taku macca sual gushelon marbo shukriya. ad fahatum befrog ad kurigendo madkolla mic libi odanone. अस्सलाम वालेकुम आलगुड़े नमकी मोहम्मद हुसैन आलगुड़े के सवाल है कि मिस्कित तो के होल तेरे काफिर टूरिस्टों वद्दागिन लिबे आमदनी हलाल वानतो है ad haqiqat galgon abadis takurar ko danno medani detto mihar mi ki suala jawab dini suala jawab program session e nune mi mitaga hushelun bahusta ko macca comment kurevuma adi e bahusta note research taka behe gotun ege huri kankamuga macca sual kurevuma e hushelu be flonna ehme tifada sual taka jawab devuma algona malumat li fagot islamic ministry khas hotline gam kureva hunnan ehme matifada sual taka etanu jawab libadanwan kam algonu yagin kurani ehme mihar mitaga hushelun research taka amasko sual husheluvun ei algonu warabodai dekame medumin usul taka mitanu gawahaka dekeje dive rajyege adakal taka islami medumin usul gumacca sheikh ishaq hushaluwa devi adi saudi arabia ge maseketto gumacca dr ahmad bin ali sudais hushaluwi dr khalid hushaluwi avesama gaganaka mi fada mawduto gumacca me mi hushelu bahostaka mi kankam ge imuge terege sual tan hushaluvuma ki algonu men e degoin ei assalamu alaikum algonu namaki ahmad rafi algonu sualaki tumbadi diugo behtuma den fatunu faakori macca ufulaha behtuma den mono burga elumaki mi ane medumin to woni medumin netti macca diyunto هذا الأخ هو يسأل سؤال ويقول مثلا في قضية إعفاء اللحية ورفع الإزار وكذلك النقاب مثل هذه الأمور يعني ما رأيكم أو قولكم في مثل هذه الموضوعات هل هذه الموضوعات تدخل في موضوع أو دائرة حمى الوسطية أو كيف تفسيركم لمثل هذه الأمور فدكتور خالد أو دكتور أحمد بن علي السديس أحدهما قد يجيب على هذا السؤال فليتفضل إذا اختلفتم أنا أختار دكتور خالد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الوسطية لا تعني التهاون وترك السنن وترك الأمور التي حتى النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي اتباع السنة ولزومها. والوسطية تعني أن يلتزم المسلم بأحكام الشرع الإسلامي ويتقيد به، ولا تعني أن يتفلت من أحكام الشريعة بحجة الوسطية.
فالوسطية هي كلها خير، ومن الخير اتباع السنة ولزومها، والله الموفق. دكتور خالد جواهك خلاصة كي مدمنا كي إبس حالك ميها كفروا كودا كرم إيمانا جا مدمي مانا نكروين كم جا إيجي تريجا نبي صلى الله عليه وسلم جا سنة جا وارد وفاوا كانت تكفروا كودا كرم وسي مدمين كم جا نبلوين أديهم مهم شريعة بير ميها نوكتم وس أي مدمين كم جا نبلوين إهني كم كويس مدمين كم جا بلويني شريعة جا إكمل وارد وفاوا إكمل أسوا مين وركا إيه غوتكان إكمل جاهفون أي مدمين والله أعلم. الآن أعطي الفرصة للدكتور أحمد بن علي السديس لعله أيضا فقط تنبيه هو أن الوسطية نظر شرعي يرجع فيه إلى أقوال أهل العلم الذين يستنبطون دلالاته وأحكامه من النصوص الشرعية، وليس ذلك موكولا إلى من لا يملك القدرة على استنباط الأحكام. فلا لا تتجاوز أحكام الدين وثوابته بحجة الوسطية، بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى ما استقر عليه كلام أهل العلم رحمهم الله. دكتور سوديس جواها كأجا ترجمة है कि मेदुमिंग ओडम फिल्म मट्टका दांजे है यानी इस्लामी शरीयत के हुक्म तंग एंगे इल्म वेरिंग आरिया है एहम भी माँ इस्लामी शरीयत के हुक्म एंगे इल्म वेरिंग आरिया हूँ ए हुक्म तंग ओडम फिल्म जे है ने एवस हालिगा इस्लामी शरीयत के हुक्म एंगे फान वा बाइक कारिंग ए हुक्म तंग ओडम फिल्म ओलगन एक में हासिल नवान. شكرا لكم أيها المشايخ والأساتذة. والآن وصلنا إلى ختام هذه الجلسة، وأشكر أصحاب السعادة والفضيلة وجميع الحضور والإخوة الباحثين كذلك على البحوث القيمة، ولكم لحضوركم لهذه الجلسة، بارك الله فيكم. ولا يسعني قبل الختام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية، وكذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على موافقته السامية لعقد هذه الندوة المباركة في جمهورية المالديف. وكذلك أوجه الشكر الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي احتضنتنا خلال فترة الدراسة. أشكركم جميعا، بارك الله فيكم وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. ورفعت الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة المشايخ. وفي ختام هذه الندوة المباركة كلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد زياد باقر. الكلمة الآن لمعالي وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد زياد باقر، على أن لا تتعدى دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدينة إسلاميك يونيفرسيتي ريكتور دكتور إبراهيم العبيد ورانتي بمي حاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة مفدا علمي باوستك بيومتك दिव्यराज्य खियार करे कमट्टका मदीना यूनिवर्सिटी के स्वेरिना शुक्र दन्नवा अदे अलोन उम्मीद कुरनी मिफदा महासिंता अदात इल्मी नदवाता इराद कुरविया मी फशमे कमुगा मुस्तकबल इराद कुरविया मी अवरन गिना मी अवरन फुरिहमा बदलुंता बेविगेन दान कमुगा मीगे बेनुमकी हकीकतुगा राज्यगा इल्मी माहौल गायम कुरुमा राज्यगा इल्मु फुलावे उफदिफावा मी ख्याल तफातुन तका
algon menge visnuma fikuru en hameka gendiumattaka mifada maha sintata ehi teriwe dene kamuga shakkenne ehima adiwe safaru mi nadwa mi seminar baba mattaka divaraje kanelum divika mattaka Madina University ge befulna shukura ada kuram adi hamaya ko ekiga algon menne libunu mi furiyam kuru mattaka bedewe ehi terikama khasa gotega Dr. Ibrahim Al-Ubaid Dr. Mahmoud Al-Qadah Dr. Muhammad Al-Dhibiani mitimbe afulunga nam wara furiyam gotega algon wara furiyam ehi terikama debegen dia adi hamaya ko ekiga mi fursatuga Islamic Ministry ge hiwage muazzafunge nan de wara boda maafan eden faharega name uniwe diumaki ekashinga wagotte kame khasa gotega algon mi befulunga nan dannawaru algon menge faiz ge nan faham koldan adi hamaya ko ekiga algon menge ustaz Qubad Musa Anwar Hasan Tawfiq Toha Naim Hasan miwes hageto bayaro algon menge PS wara bura masakate algon menge IT ge huriha muazzafun mi huriha befulum wara bura kamayakiga khasa gotega mi ting hataro duwasi mi semina bawan karifu ma kuga wara burakom mi befulum masay kuremundi ema huriha befulna fafaran shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا لمعالي الوزير. أرجو من الأستاذ قواد اختصار هذه الكلمة ورؤوس أقلام ترجمتها إلى الأخوة باللغة العربية، ولا تريدون أن ترجمها أنا مستعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال معالي الوزير حفظه الله أن هذه الندوة كانت ندوة ناجحة وموفقة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتمنى ألا تكون هذه آخر ندوة من هذه السلسلة، ولتكن أول حلقة وتتبعها حلقات أخرى أحسن وأفضل منها بإذن الله تعالى. وأيضا شكر على جميع القائمين على الندوة، ولا سيما الحضور الكرام الذين جاءوا قاطعين آلاف الأميال من أساتذة الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة، الذين تجشموا مصاعب السفر للوصول إلى بلادنا وزيارتنا وإقامة هذه الندوة الكريمة على أرض جمهورية المالديف الإسلامية. وهذا لعل ما اختصار ما قاله الدكتور زياد. شكرا. شكرا لأستاذ قباد. الآن كلمة مدير الجامعة الإسلامية المكلف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختاما نحمد الله عز وجل على أن أتم هذه الندوة أو في مراحلها النهائية، هذه الندوة الدولية التي نأمل بمشيئة الله عز وجل بعد قليل أن تتلى التوصيات، وهي خلاصة ما تفضل به أصحاب الفضيلة والسعادة الباحثون في هذه الندوة، وخلاصة ما تم طرحه من مداخلات ومناقشات مثرية لهذه الندوة. ونسأل الله عز وجل أن تكون توصيات قابلة للتنفيذ والاستفادة منها بمشيئة الله عز وجل. ولا شك أن هذا موضوع لا يخفى على الجميع أهميته، وتزداد في هذا العصر وفي هذا الوقت الحاضر أهمية هذا الموضوع الوسطية، وينبغي أن يكون واقعا عمليا وليس واقعا نظريا. ولا يسعني الحقيقة في هذه العجالة إلا أن أتقدم بالشكر لحكومة المالديف وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية على ما وجدناه من تسهيلات ومن مساهمة فعالة في إقامة هذه الندوة الدولية المشتركة بين الجامعة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية. ونأمل بمشيئة الله عز وجل أن تتكرر مثل هذه الندوات
بموضوعات أخرى تسهم في توعية المجتمعات الإسلامية. والشكر أيضا موصول لحكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على الموافقة السامية وما تجده الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من دعم لا محدود لجميع برامجها ومناشطها، ولنائبيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع على جهودهما المباركة، ولوزير التعليم العالي دكتور عزام التخيل على ما تلقاه الجامعة من دعم ومساندة. والشكر لكم أيها الباحثون الذين أثروا جلسات هذه الندوة وهذه البحوث وأوراق العمل القيمة النافعة، والتي إن شاء الله سيتمخض منها الخير الكثير بإذن الله عز وجل. والشكر أيضا لإخواننا الذين حضروا وساهموا معنا من مسؤولين ومن وزراء ومن أصحاب الفضيلة والسعادة والمعالي، وجميع الحضور الذين أتحفونا في هذه الندوة المباركة. والشكر أيضا لإخواني وزملائي فريق العمل في هذه الندوة على ما أبلغ بلاء حسن منذ أكثر من 6 أشهر في الإعداد والترتيب لهذه الندوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ مدير الجامعة الإسلامية المكلف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيد. مهارو ترجمة قباد. مدينة محمد كي دينها مديوسة وهكذا كم بينهم كم بهاكم إني وهكذا كين وربنا شكريا دم دكتور عبيد के वाहक फुलगा विदाळवी जुमले गोतेगा मी सेमिना बेवमुगा मसके कोद्देवी मिहा फरायतक मिहा कामयाब गोतेगा मिहा फुरिहम गोतेगा मिहा एदवे गोतेगा मिफदा महासिंताय दिव्य राज्यगे बीमुगा कायमेगेन दियकं एई वरं मुफाकरवा कमेकमुगा आदि मिकमुगा डॉक्टर जियाद बाकिर देवी एही तिरकमरा फसीहत कटका एमनिक फाना इखलास तिरकमा हिगा शुक्र अदा करवी आदि हम फदाय इस्लामिक मिनिस्ट्री के एमेहा फरायत करा दीन इल्मरिनरा आदि मी सेमिनार का हिस्सा करवी एमेहा फरायत का खास को इल्मरिन करदा खुशाला देवी बेफुलों बहस करवी बाहिसुं मिहुरिहा फरायत का वरंग इखलास तिरकमा हिगा हितुगे उमकों एमनिक फान शुक्र अदा करवी आदि हम फदाय मिफदा कामयाब गोतेगा मिफदा सेमिनार महासिंताय दिव्य राज्यगा बेवमुगा हुद्द देवी कमट्टगा खादिम الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ديفي بار ليفما ميكما ديفي إرشادا أدي ميكان كورفما إمنيك فان بهرتوي غاي كما إكوري كما مهوريها كم كرتكا هيتوجي فمنو إرسك فانها أدي ولي عهدها أدي سعودي سركاروجي أمها يسويرنها مسؤول الفرايتك شكر أدا كروي شكريا. والآن جاء دور تكريم آسف جدا معلش مستعجلين على التكريم. أيضا الآن توصيات هذه الندوة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رباح. معالي الدكتور يقول نحن ممكن نترجم الأوراق ونوزعها على جميع الحضور وتتلى بالعربية. يردون بالعربية وتتلى بالمالديفية لأنه جاهز. يقولون مجهزين يا مجهزين. يقول الوقت مع الدكتور. يقول ممكن نعممها عليهم بالعربي بالمالديفي. بالمالديفي يقرؤونها أساسا بالعربية معروفة عندنا. خلاص إذن بالمالديفي. مهارو ترجمة مالديفيين. والله ما أدري أنا قد أقول باللغة العربية الأصل لغة القرآن تتلى التوصيات باللغة العربية تتلى لغة القرآن باللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي وتوصيات ندوة الوسطية في القرآن والسنة وتطبيقاتها المعاصرة في المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف
التي نظمتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف في مالي يوم الاثنين 20 محرم 1437 الهجري الموافق 2 نوفمبر 2015. وقد حظيت هذه الندوة بتغطية إعلامية محلية وعالمية وبقبول واهتمام بالغين من العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين من المملكة العربية السعودية والمالديف. وانتهت الندوة إلى التوصيات التالية: توصي الندوة بأهمية تحرير مفهوم الوسطية وتطبيقاتها وبيان أهميتها في استقامة أمور الأمة وسلامتها من التفرق والاختلاف والرجوع في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ثانيا الحث على تطبيق منهج الوسطية والاعتدال في الإسلام في جميع مناحي الحياة، تصحيح مفاهيم المغلوطة عن الإسلام من خلال بيان محاسنه وأنه دين يأمر بالوسطية سلوكا ومنهجا ويحذر من الغلو والتفريط والجفاء والتطرف. تناشد الندوة المفتين والدعاة والموجهين والمربين أن يكونوا قدوة حسنة في اتباع منهج الوسطية في الاعتقاد والأقوال والأفعال، وأن تتنوع أساليبهم في الدعوة إلى الوسطية بما يواكب متطلبات العصر. خامسا السعي لتعزيز انتشار المنهج الوسطي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومراكز البحوث والمساجد والجامعات والمدارس، وإدراج مفردات الوسطية في المقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفة. سادسا عقد الدورات والندوات وورش العمل في فقه وسطية الإسلام والدعوة إليه وتوجيه عناية المؤلفين والباحثين إلى تناول موضوعات الوسطية. الدعوة إلى جميع ما كتب عن الوسطية ورقيا والإلكترونيا وترجمته وتوفيره لدى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والكراسي العلمية والمكتبات العامة لتكون بين يدي الأجيال المعاصرة والقادمة. زيادة التعاون بين الجهات ذات العلاقة في البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لإقامة مثل هذه الندوة لنشر ثقافة الوسطية في المجتمع. حث المؤسسات العلمية على إنشاء مراكز وكراسي بحثية تعنى بدراسة الوسطية وتطبيقاتها ووضع خطة استراتيجية لتحقيق الوسطية ونشرها. يشيد المشاركون في الندوة بتطبيق المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لمنهج الوسطية والاعتدال. يثمن المشاركون في الندوة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية في تعزيز ونشر الوسطية والاعتدال في المجتمعات الإسلامية والتصدي للإرهاب بشتى صوره وأشكاله والعنف والتطرف والتشدد التعصب الطائفي. تشيد الندوة بالجهود الإعلامية الهادفة والهادئة لوسائل الإعلام السعودية وغيرها في نشر الدعوة الإسلامية وتصحيح صورة الإسلام والمسلمين ودعم قضاياهم ونشر فكرة الوسطية والاعتدال والدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية. كما يدعو المشاركون في الندوة إلى إنشاء قناة تلفزيونية للوسطية على غرار قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية في المملكة العربية السعودية. تثمن الندوة جهود المملكة العربية السعودية في فتح أبواب الجامعات السعودية لتعليم أبناء المسلمين من كافة أرجاء المعمورة، وبخاصة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي تخرج فيها أكثر من 70,000 طالب يمثلون أكثر من 200 جنسية وإقليم وأنا منهم. والندوة توصي في ختام أعمالها برفع برقيات شكر وتقدير وامتنان وعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله لموافقته الكريمة على إقامة هذه الندوة ودعمه لها ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولوزير التعليم صاحب المعالي الدكتور عزام بن محمد الدخيل. كما يرفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لحكومة وشعب المالديف على كرم الرعاية والعناية، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية المالديف عبد الله يامين عبد القيوم حفظه الله، ولصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية المالديفي دكتور أحمد زياد باقر، ولصاحب الفضيلة مدير الجامعة الإسلامية المكلف بالمدينة المنورة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد،
على حسن التنظيم والإعداد لهذه الندوة. نسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود ويجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن تحقق هذه الندوة رسالتها في نشر مفهوم الوسطية وتطبيقاتها، كما ندعو الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين ويديم عليها الأمن والأمان والإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ محمد، الظاهر أن في مطالبات من العدل أن تقرأ بالتوصيات باللغة المالديفية. نمو بيانا توصيات عالم تكبر معين الله عن حمد كرم أدي كلام عالم تكر رحمتك مغفون في نبي محمد صلى الله عليه وسلم شاء كليك فانو قالنا أصحابنا صلوات السلام لهم من جدوا كرم معين الله سبحانه وتعالى من أمتك مدمن أمتك كما قال لي كلام وحي كرم وفاوي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. سورة البقرة 143. معنى أديها ما يفدين مدمن أمتك كما قالت من رسكلان تيابامهم لذيمة أي قيام دوهم ميستكون مچن هكوا بيكو كما تيابامهم ومرتكه مدمنك مي أمتك هيكمك مي خاص وصفية الركات رواها هندكو غناني هيغوتوغا مي خاصية تمثيل كدني ما إن الله مغوغا مدمن هما سيداوغتو إكلان وحي كروا فاوي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. معنى مستكون التكا نروي هي كما تياباميهم ويموه إهني تياباميهم هي كنت كان أمر كرموه أدي نباك أنت نهي كرموه أدي تياباميهم الله إمام وموه فتوغا هلورين إمام في نما إيورنا إيغون هي كم بردويس كان كشواره إيورن كترين إمام وجن تبي وي أدي إيغ كترين جن ميهوني فاسقون. إسلام دينه كهوريها حكومتك بنا وجن واني سيدا وجتما مدمينه كمتشا دنيا جدون تكا آخرة بينون تان هم باغوتيغا إكلانغ وحي كروا فاوي وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. معنى تبان الله دبي تكتين هيغوتغا هيدا كرمون آخرة غوتشن إديشه إبهي آخرة دينهما رحمة ثوابا إديشه أدي دنيا تبا لبن في با هندان نتانو لاشي. أقول من ما النبي صلى الله عليه وسلم حياة بولون سيدا كما مدومين كان هاما بيجندي أي ديري أولمك حياتك هوريها كميجا أدي أكليك فان أرغون منا بيان كده وافاواني مدومين كان أكلويجن وا عقيدة ميجا يترون إسلامي شريعة هوريها حكوميجا مدومين كان أكلويجن وي. جابر بن سمرة رضي الله عنه أريهم رواية جنبه كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا متفق عليه. ما ناي تمن كليك فان كيرت رسول الله أريهوغا نماذج كرفيمه كليك فانوغا نماذجي مدمنوغا نماذجه أدي كليك فانوغا خطبايكي مدمنوغا خطبايكه مي مدمن كان يقين كرمتك أدي إتورا وروغدا كرمتك تفات رموتهوغا تفات حركات الدني بيفم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رسالة فريهم كرمها حق منهج فترمتك أدي خلقتك صاحباغ مغا مستكون رشاد دي إسلامي مجتمع خدمة كرمغا غوتون أدي ميغا إترون دي راجيغا Ministry of Islamic Affairs غا إدمغا متين دباميهم غوليغان بدلوم بيوم قصد كرون أدي الجامعة الإسلامية إن Ministry of Islamic Affairs ندوا موضوع كم همجس فاوني قرآن سنة غا مدمنة سعودي عربية غيا دي راجع عمل كرم موضوع مدمن كم شرعي وسنم الركعات ريون مي ندوا لندن تهوغ تريغا همنه أدي هم إكوكيغا سعودي عربية مجتمع غا وسيدا كم مدمن كم هام كرون سعودي عربية غيا سعودي عربية غا سيدا كما مدمن كم فتر مرتكا كورا مسكة تنها مكرون ديه مجتمع غا ونا مدمن كما سيدا كما غنيشانتا ديه راجين سيدا كما مدمن كم فتر مرتكا كورا مسكة ها مكرون مي ندواغ لندن تاكاكي ندواغ محور تك بلايرو غا فرتما ناره غا ميوتي مدمن غا مفهوم فور كودينو ekam ga ekuleifa ku visnung islah kurung kirti qur'ana sunnatu ga wa medumina mistakuna da'wat dinung saudi arabia ga ya sid saudi arabia ga sida kama medumin kan tanfiz kurmasha fetruma kura maseken hama kurung divi rajye ga sida kama medumin kan tanfiz kurmasha fetruma kura maseken hama kurung mikama gole gotun hushahele bahasta hoga munaqasha kureweni medumin mi mawdu'a gole rongutakun egotun تربية تعليم دعوة معاملات اقتصاد حضاري رونغون إنسان يقولون تا ميديا مهورها موضوع تكا نارستك من دواغ موضوع تهتريغا همينه من دواغا ديف راجيا سعودي عربية باحثون كتيرين فاها كل بيفرم بايري وداغن نبي أدي ماغندو هترو كميغ مچا ندواغ بايرين بحث كربي
ಮಾಗಣ ತಿನ್ಶೇಷನೆಗ್ಗ ಮಿ ಜಲ್ಸಾತ ಹೋಗ ಬಾಯವರಿಗೆನ್ ಕಮಾ ಗೊಳೆಗುತು ಮುನಾಕಶಾ ಕುರವ್ವ ಇತು ಖಿಯಾಲ್ ತಕ ಮಶ್ವರಾತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವನು ಅದಿ ನದುವಾಗೆ ಫೆಶುಮ ಫಾದಾ ಹುರಿ ಇತುರು ಕಂತತ್ತ ಇತುರು ಕುರವಿಗೆಂದಿಯ ಮಿಗೊತು ನದುವಾ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಇತುರು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮ ನಿಮ್ಮಮು ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮದದ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇನಾಯತ ಎಕು ಹಿಜುರಾನ್ ಸಾಸ್ತೆ ಕತಿರಿ ಸೈವಣ ಹರುಗೆ ಮುಹರ್ರಮ್ ಹುಗೆ 21 ಸೋಮದುವಹು 21 ವಿ ಹೋಮದುವಹು ಮೀಲಾದೀನ್ ದೇ ನವೆಂಬರ್ 2015 ದುವಹುಗೆ ಹೆಂದುನು ನುವಗಡೆ ಸುಮ್ಮಿನುಟುಗ ಮಿ ನಳು ನದುವಾ ಹುಳುವಾ ದೇವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಿಯಾದ್ ಬಾಕರ್ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಎತ್ತರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯಾದ್ ಬಾಕರ್ಗೆ ಎತ್ತರು डॉक्टर इब्राहिम बिन अली अल उबैद दिहराजे के सऊदी अरबिया कंत हवाले होने उस्ताद तारिक फाइज दौलत के वजीरुन्ना इल्मरिन्ना बाहिसुन्ना बिदायरा खास वडांग फावा सऊदी अरबिया दिहराजे के बेफुंग बायरे वडानवी अदि में बेफुंग इतुरुं वरगिना सफीरुन्ना दौलत के मसूल वरिन्ना यूनिवर्सिटी के उस्ताजुन्ना दिहराजे के जामियात के दरिवरुं बायरेवी मीन अदवा राज्य बेरुगे मीडिया तकुं वनी कवर कोफ अदि हम इफदांग सऊदी अरबिया दिहराजे के इल्मरिन्ना मुफक्किरुन्ना बाहिसुंग फरातुं मीन अदवा वर बड़ो अहमियत कम लिबिगंदिया ನದುವಾ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಇತಿರಿಗಾಮಿ ವಾ ಕಂತತ್ತಕ ವಸಿಯ ಕುರ್ಮ ಫಹುಗ ನದುವಾಯಿಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಸಲಾಮತಟ್ಟಕ ಅದಿ ಉಮ್ಮೈ ಬಾಬಾವೆಗೆ ನುದಿಮಟ್ಟಕ ಮೆದುಮಿನ್ ಕಮಗೆ ಮಫ್ಹೂಮ್ ರಂಗಳ ದೇನೆಗತು ಅದಿ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನತ ಸಲಫುಂಗೆ ಮನ್ಹಜ್ ಹಾಮ ಕುರ್ಮ ಬಾರೋ ಎಳು ದಿರುವಮಗೆ ಹುರಿಹಾ ರಂಗೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗಾವ ಸೀದಾಕಮ ಮೆದುಮಿನ್ಕಂ ತಂಫೀಜ್ ಕುರ್ಮ ಏಕಮ ಬಾರೋ ಎಳು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದೆಕೊಳು ಮಫ್ಹೂಮ್ತ ರಂಗಳ ದಿನಗತುಮ ದೀನುಗಾವ ರಂಗಳು ಕಂತತ್ತ ಬಯಾನ್ ಕುರುಂ ದೀನಕಿ ಮನ್ಹಜ ಸುಲೂಕುಗ ಮೆದುಮಿನ್ ದೀನಕ್ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರುಂ ಅದಿ ಹದ್ದು ಫಹಳಾದಿಯುಮ ಮಿನವ್ರ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಹರುಕಶಿಕಮ ನೇಗ್ಗಾನಿಕಂ ಪಿಕ ಮಿಬಾವತು ಕಂತತ್ತಕುಂ ದುರ್ಹಲಿಯ ರಕ್ಕಾತಿರುವಂ ಫತ್ವಾ ದೇ ಮೀಹುನ್ನಶಾ ದುಆತು ನಶಾ ತರ್ಬಿಯತ್ ದೇ ಮೀಹುನ್ನ ನದುವಾಗ ಬಾವರಿಂಗ ವಾಲನಿ ಬುನಾ ಬಹಾ ಅಮಲ್ತ ಹೋಗಯ್ಯ ಕಬೂಲ್ ಕುರುನ್ ತಹುಗ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ನ ನಮೂನಾ ಎಕ್ಕಮುಗಾವೆ ಮೆದುಮಿನ ತಬಾವುಮ ಮೀಡಿಯಾಗ ವಸಿಲೆತ್ತಕುಂ ಮೆದುಮಿನುಗ ಮನ್ಹಜ್ ಫೆತುರ್ಮ ಮಸೆಕೆ ಕುರಿ ಅದಿ ದಿರಾಸಾ ಕುರ ಮೀಡಿಯಾಗ ವಸಿಲೆತ್ತಕು ಮೆದುಮಿನುಗ ಮನ್ಹಜ್ ಫೆತುರ್ಮ ಮಸೆಕೆ ಕುರುಂ ಹಿಮೆನೆ ಅದಿ ದಿರಾಸಾ ಕುರ ಮರ್ಕಜ್ ತಕುನ್ನ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಕುನ್ನ ಜಾಮಿಆ ತಕುನ್ನ मदरसा तकुम वेस दौर अदा कुरुं हिमेने मेगे इतुरुं तालीमी तफात मरहलात होगे मुकर्रर तो होगा वेस मेदमिनुग बस्त बेनु कुरुं ए मुहिम कमे इस्लाम दिनुगा मेदमिन कं हामको एकम दावत दिनु मट्टक नदुवा तक वर्कशॉप त बेवुं अदि लियुन तेरिन्ना बाहिसुं मेदमिन कमा बेहे मौदूर तक लियुन त लियुवुं मेदुमिना बेहे गोतुं करदाहुगा अदि इलेक्ट्रॉनिक लियिफावा लियुन तंग एक्को यूनिवर्सिटी तक माहत तक इल्मी बास्त कुरा तंतनुगा लाइब्रेरी तकुं मिहारगे जील तकशा कुरिमौगे जील तक लिबेने गोत बेहेटुं सऊदी अरेबिया गया दिवराजे के कमा बेहे दायरा तकुं मिगितमाउगा मेदुमिना कंकं हामकोदे नदुवात गुಳಿಗೆಂ ಬೇವು ಮಟ್ಟಕ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ದಾಯರಾತ ಹೋಗ ಮೆದುಗ ಎಬ್ಬಾರಲು ಇತುರು ಕುರುಂ ಇಲ್ಮಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ಬಾರ್ ಒಳಾನಿ ಮೆದುಮಿಂಕಂ ದಿರಾಸಾಕೋ ಅಮಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮರ್ಕಜ್ ತ ಕಾಯಂ ಕುರುಮಶ ಮೆದುಮಿಂಕಂ ಹಕೀಗತಕ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ದುರು ರಾಸ್ತಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ತಕ ಏಕಶೇಳುಮ ನದುವಾಗ ಬಾವರಿಂ ಬಾರ್ ಒಳನಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಗಯ್ಯ ದಿವರಾಜ್ಯಗ ಸೀದಾಕಮ ಮೆದುಮಿಂಕಮ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ ನದುವಾಗ ಬಾವರಿಂ ಖಾದಿಮುಲ್ ಹರಮೈನ್ ಶರೀಫೈನ್ ಅಲ್ ಮಲಿಕ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ آل سعود الله يحفظه المملكة العربية السعودية غرسكفان علمنا علمي تربوي مؤسساتكم سيدا كما مدمن كان إسلامي مجتمع وهرليو مشا مكان كان هفرته ما قوالوا هوريها وترجع نياوري كما لا إنسان عملتك تيرزم نتالي وما كورا مسكي بلوغ أقو وزن كوروا سعودي عربية يا إنه بس قامت هذا ميديا وسيلتكم مدام أتري كما هم هيمين كما يكو إسلامي دعوة فترة كورا مسكي تفاها كوروا أدي هم يفدان إسلام دينا مسلمين السورة ريتكو يمين مسألة تكدي إبار لهم فاها كورا فاحكورة من سمناين ميجي يترون مدمنا سيدا كم كفكرة عربي إسلامي حقوق الدفاع كفترة ما كورا مسك فاحكورة هذه ما يفدان ندواء باورين قوالني سعودي عربية كتيف دي channel كم قاوا القرآن الكريمة السنة النبوية channel يترون مدمين كم الدعوة دي channel تك قائم كورما من ندواء مسك نمالهم ندواء باورين وسيء كوراني إبيفرون كفراي بلون هيتو جلوي با أقوزن كورن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله جهريا فاتورة در برتي لكورما فيدون تك فيدون برتي لكورن أي أمانك فانو جهي فلا إبار لفو ما يكون فدا ندواء انتظامكو ديفي كمرتكا أدي ميجا يترون أمانك فانو ولي أحد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أدي ديوان ولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هتوجي لويبا أقوزن كرمايك ميها فراتك شكر دنيو أدي ما يفدان ندواء باورين دوه سرقارها دوه رئيتون أوغاتري أدي ديلت بل رعاية تركما بلهتون تركما هتوجي فم منو شكر دنوا دوه راجع رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الله يامين عبد القيوم الله يحفظه
منك فانرها Ministry of Islamic Affairs Dr. Ahmad Ziyad Baqirha badinaga Jamia Islamia hinge ma hawale hunne Dr. Ibrahim bin Ali Al-Ubaida miha furihama gotega min adwa insam ko deviti shukura vedum bartida Quran mayin Allah mi masakkatuga barakay levungeden adi huriha yemenge heyokamuga tilafatuga barakura wasilati kamuga mi amalu lewashi adi min adwa ga message kamuga wa Qur'ana sunnatuga wa medumina amal kurmuga maqsud hasil ko dewashi adi yakalaga muslimu ratta rakatiri kurawa aman aman kama iman kan مي رتك الدواري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للحضور الكريم، شكرا للباحثين والذين أسعدونا من خلال فيض خواطرهم اليوم. شكرا لكل من حضر باسم معالي وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف وباسم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيد مدير الجامعة المكلف. نرحب بكم، والآن أتى دور التكريم. معالي الشيخ محمد بن رشيد إبراهيم وزير العدل السابق، معالي الدكتور عبد المجيد بن عبد الباري وزير الشؤون الإسلامية السابق. كل سابق بسرعة يا شيخ عبد المجيد، بسرعة. معالي الدكتور محمد بن شهيم محمد سعيد وزير الشؤون الإسلامية السابق. الدكتور محمد قباد، والله قباد الدكتور محمد قباد. الأستاذ إبراهيم أحمد، الأستاذ أسد الله شافعي، الأستاذ محمد رشيد إبراهيم، دكتور إبراهيم زكريا موسى، أستاذ إسحاق محمد، أستاذ علي أحمد أو أحمد علي، الباحثون الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الفريح،
الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الزاحم. الأستاذ الدكتور سليمان بن سالم السحيمي. الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السديس. الدكتور باسم بن حمدي السيد. الدكتور خالد بن قاسم الردادي. الأستاذ عبد الرحمن أبا نمي. الأستاذ عبد العزيز الحيد. المكرمون الأستاذ محمد فايز مدير مكتب وزير الشؤون الإسلامية. فضيلة الشيخ محمد لطيف الإمام الأول للمركز. الشيخ هيثم ابن محمد. الشيخ هيثم بن محمد. الشيخ علي زاهر. لا، الشيخ علي زاهر القانوني المعروف. الشيخ هشام أحمد. الشيخ هشام أحمد، وأيضا الأستاذ علي شريف، واحتشام ميزان الدين ضيفنا من سريلانكا. خليل الرحمن وينه؟ الشيخ خليل الرحمن مدير إدارة العلوم من سريلانكا، جامعة الميزانية. خلاص شكرا للحضور الأفاضل. باسم مدير الجامعة، باسم معالي وزير الشؤون الإسلامية ومدير الجامعة المكلف، نحييكم للغداء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم، مرحبا.